اصحابي، شكرا على دعمكم يا احلى جيش منهوانجيه. دي القصه الخامسه على القناه، قصه جديده. وبالنسبه لقصه العجوز والنظام دي بقت اساسيه معانا على القناه، وعلى فكره احنا خلصناها لحد اخر فصل، واول ما تنزل هنلخصها على طول. فقولوا لنا رايكم في القصص الجديده اللي عايزين نشتغل عليها، ولو حد عنده قصه جامده عايزنا نلخصها يقول لنا عليها في التعليقات. ويلا من غير كلام كتير، يلا بينا نبدا حكايتنا الاسطوريه. تبتدي المانهوا بتاعتنا ونرى شخص يرتدي شيئا ما بيده ويقول: عظمة شياو رائعة للغاية بحق، صرت أعشقها، يا لها من هدية رائعة قد أرسلتها لي الشركة المنتجة لهذه اللعبة. ونعلم أن هذا الشخص أحد أفضل اللاعبين الذي وصلوا لأعلى المراتب في هذه اللعبة، لعبة أسياد الأرواح. ويكمل كلامه ويقول: الشركة المنتجة لهذه اللعبة كريمة حقا، فقد أرسلوا لي نسخة طبق الأصل من عظام شياو، لكوني أول لاعب في سيرفر اللعبة يقوم بفتح أول قدرة فريدة لها. ونعلم أنه في لعبة أسياد الأرواح بعد التعاقد مع عظمة شياو سوف تمتلك 3 مهارات. المهارة الأولى الخلود، حتى لو تمزقت إلى أشلاء يمكنك التعافي بسرعة. والمهارة الثانية أرواح العالم السفلي، حيث يمكنك استدعاء المخلوقات الميتة ليكونوا جنودك لفترة قصيرة من الزمن. والمهارة الثالثة شراب الخلود، الذي يمكنه جعل دمك دواء لكل الجروح. وأثناء جلوسه يقوم هاتفه بالرنين، فينظر له ويقول: ها من يتصل في هذا الوقت المتأخر من الليل؟ ثم نراه يقوم بالإمساك بهاتفه والإجابة على تلك المكالمة، فيسمع صوت غريب يقول له: هل وصلتك أعظام شياو؟ كيف حالك الآن؟ أأنت مستعد لمغادرة هذا العالم ودخول ملحمة الخراب والدمار؟ فيقول بطلنا بتعجب: من الذي يحادثني؟ أأنت من شركة الألعاب التي أرسلت لي الصور؟ ونرى أن الأجواء بدأت تتغير قبل أن يكمل حتى كلماته، وبدأت العظام في الإشعاع بضوء غريب. ونرى أن هذا الشخص متفاجئ للغاية، ونرى أن هذا الشعاع قد اختفى والشخص اختفى معه. وينتقل بنا المشهد إلى عصر الممالك المتحاربة، ونرى أمامنا منطقة جبلية، ونلاحظ أمامنا كوخ، ونسمع صوت لفتاة تقول: ماذا تريد؟ فيقول هذا الشخص المتواجد أمامها: لا تخافي يا آنستي، فأنا رجل نبيل وجئت لإعادة متعلقاتك، لقد تركت منديلك في غابة أزهار الخوخ. فتقول له تلك الفتاة بقلق وهي متوترة: شكرا لك، يمكنك أن تتركها وتذهب الآن. فنرى أن ذلك الشخص بدأ في إمساك المنديل بيده ويقول: رائحته جميلة، إنه لشرف عظيم لي أن ألتقي بامرأة جميلة مثلك أثناء ترحالي. وأثناء هذا يقترب أحد خدمه منه ويقول له: سيدي كن حذرا، هذه المرأة قد ظهرت أمامنا عدة مرات ولا أعتقد أن ذلك كان صدفة. فيقول له هذا الشخص: أتقصد أنها تتلاعب بي وقامت بجلبي إلى هنا عمدا؟ كفاك حماقة أيها الخادم. فيقول له هذا الخادم: سيدي أنا أحذرك فقط، فأنا أخاف على سلامتك. وفي تلك الأثناء نرى أن الفتاة تقوم بمد يدها لالتقاء شيء معلق على الحائط بجانبها، وتقوم بإمساكه، ثم تبدأ في الصراخ عليهم وتقول: ابتعدوا عني. ونرى أنها ممسكة بيدها أداة حادة: إذا اقتربتم أكثر فأنا سأقضي على نفسي. فنرى أن ذلك الشخص متفاجئ ويقوم بدفع الخادم بعيدا عنه، وهو يصرخ على الفتاة ويقول لها: لا تؤذي نفسك رجاء. ونرى أنها صادقة في كلماتها لدرجة أنها قد قامت بجرح رقبتها، ونراها تنزف الدماء وهي تقول له: رغم أنني يتيمة إلا أنني ابنة أحد الجنرالات وأعتبر من النسل عائلة عريقة، لذا أنا أفضل أن أنتحر ولا أعرض نفسي للإذلال من قبلك. أرجوك فلتشفق على وضعي وترحل فورا يا سيدي. فنرى أن ذلك الشخص يقوم بضرب الخادم ويقول له: هذا كله خطأك، انقلع من هنا أيها الحسالة. ثم يقول لتلك الفتاة: أترغبين في الموت بدلا من الإذلال؟ لقد أثار هذا اهتمامي، لذا رجاء دعي هذا المنجل جانبا ولن أمسك بسوء مطلقا. فتقول وهي تبكي له: حسنا. ثم يقول لها هذا السيد الشاب: حسنا، لما لا تعودين معي؟ أنا من عائلة عريقة ونبيلة في الولاية، وأنا من أحد أكبر النبلاء. فتقول له وهي تبكي: رجاء لا تجبرني على فعل شيء لا أرغب به. وفي تلك الأثناء يحدث شيء غريب يجذب انتباههم جميعا، ونرى شيئا يهبط من السماء في منتصفهم ويقوم بتفجير الأرض من حوله. فيقول أحدهم: برك في هذا اليوم الصافي. ونرى نتيجة سقوط هذا الشيء قد تم تدمير المكان بالكامل، ويظهر من بين الحطام شخصا ما. فعندما يرى هذا السيد يقول: أنت هناك، فلتتوقف عن استخدام الحيل. ثم يقوم بالصراخ على أتباعه ويقول لهم: امسكوا به فورا. فيقول له الخادم وهو متوتر: سيدي فلتنتبه إلى كلامك، فلا يجب أن نسيء لسيد عظيم كهذا، إنه يتحكم في الرياح والبرق ويطير في السماء، لذا لابد أنه على الأقل سيكون صقله في مرحلة ختم الأرض. وبنعرف هنا مستويات القوة في العالم ده، واللي بتبتدي من ختم الأرض وبينقسم ل9 مستويات، من المستوى الأول للمستوى التاسع، وصولا إلى مستوى السماء العميقة اللي بيكون عبارة عن 3 مستويات: الأول والثاني والثالث. ثم نرى أن هذا السيد الشاب غاضب جدا ويقوم بالصراخ عليه ويقول له: كونك ساقل بمستوى مرتفع لا يعني أن بإمكانك
بإمكانك فعل ما تريد في مملكتنا العظيمة مملكة تشين. ويحاول الذهاب اتجاهه مباشرة ولكن أتباعه يمنعوه، ونرى أنه لا يزال يصرخ على هذا الشخص بينما أتباعه يقومون بحمله والركض به بعيدا. ونسمع خادمه يقول لباقي الأتباع بينما يركض: لا يمكننا الإساءة لشخص بقوته، عجلوا بأخذ السيد الشاب والهرب من هنا. ونعلم أن ذلك الفتى هو نفسه الفتى الذي كان يقوم بلعب لعبة أسياد الأرواح وقد تم نقله إلى هذا العالم. وفي هذه الأثناء كانت الفتاة تشاهده علامات الاندهاش على وجهها وتقول وهي تنظر له: شاب هبط من السماء بقوة عظيمة ولا يهاب النبلاء. أمن الممكن أنه الشاب الأسطوري الذي يسافر حول العالم من أجل صقل مهاراته وفنونه القتالية للكمال المطلق؟ لقد قرأت عنه في الكتب. فنرى أن بطننا لا زالت الطاقة تخرج من جسده. وتكمل الفتاة كلامها وهي تنظر له وتقول: لقد ذكر في هذا الكتاب أيضا أنه عندما يعود هذا الشاب إلى مملكته بعد أن أكمل تعاليمه سيعامله النبلاء باحترام بالغ. وفي تلك الأثناء نرى بطننا ينظر إلى جسده ويقول وهو متعجب: ماذا حدث؟ لماذا سقطت فجأة من السماء؟ لا 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 أصدق أنني لم أقتل جراء هذا السقوط العنيف. لا أتذكر سوى أنني كنت أرد على مكالمة هاتفية. ثم يقول وهو متفاجئ: ها؟ أين ذهب هاتفي؟ وينظر إلى يده ويقول مهلا: كان هناك 3 عظام على هذا الصوار، فلماذا لم يتبقى سوى عظمة واحدة؟ وفجأة يسمع صوت الفتاة تقول له: سيدي هل أنت بخير؟ فينظر له وهو متعجب ويقول: ها؟ أيوجد أحد هنا غيري؟ فتقول له الفتاة وهي تقوم بوضع يدها على رقبتها من أجل منع النزيف، وتكمل كلامها وتقول له: أنت بخير؟ فيقول له وهو يصرخ: أيتها الآنسة رقبتك تنزف بشدة، أنت مصابة. ثم نراه يقوم بالتوتر عندما يرى جرحها ويقوم بالصراخ والالتفاف حول نفسه بسرعة وهو يصرخ ويقول لها: انتظري انتظري، سأوقف تاكسي حالا وأذهب بك إلى أقرب مشفى. فنراها متعجبة من تصرفاته ولا تفهم ماذا يقول. وفي هذه الأثناء يقوم بملاحظة المكان حوله فيبدو على وجهه الشحوب ويقوم بالركض نحو تلك الفتاة ويقوم بهزها بشدة ويقول لها وهو يصرخ: أين أنا أين أنا أيتها الفتاة؟ ثم نراها بدأت في نزيف الدم من رقبتها بسبب أنه يقوم بهزها بشدة. وعندما يدرك هذا يقوم بتركها على الفور ويقول: أنا آسف. فتقول له الفتاة وهي تتألم وتمسك برقبتها: كان وليد الراحل جنرالا، لذا جرح كهذا ليس بأشياء الكبير. ثم نراها تقوم بتقديم التحية له وتقول له: لم أشكرك بعد، اسمي تشين غشوان، أشكرك على إنقاذ حياتي. تعال وخذ قسطا من الراحة في منزلي وأسمح لي أن أقدم لك كوبا من الشاي ووجبة خفيفة كشكر لك على ما فعلت. ثم نرى أن بطلنا قد قبل عرضها وذهب معها إلى المنزل. وعندما يحين المساء نراه يتحدث مع نفسه ويقول: انتقلت إلى عصر الخراب والدمار للممالك المتحاربة، ولكن هذا ليس عصر الممالك المتحاربة الذي أعرفه وقرأت عنه. فقد فشلت مملكة تشين في السهولة الوسطى القديمة في غزو الصين، واستمرت الممالك التابعة لتشو في القتال من أجل الحكم، ولم يتوقف قتال الممالك السبع من أجل الهيمنة مطلقا. وخلال 1000 سنة من هذه الفوضى والدمار استمرت الحروب بين الممالك وتفشى قطاع الطرق وظهرت المجاعات في كل بقاع الأرض. ولقد تم إرسالي إلى هنا بعد الرد على تلك المكالمة الغامضة، فبعد التفكير في الأمر قليلا سمى تفسير واحد يقبع خلف سحبي لهذا العالم. ثم نراه يتذكر أنه حصل على صوار شياو ويقول وهو ينظر للصور: بالتأكيد عظام شياو أحد الأسلحة الشرسة والأسطورية التي توجد بلعبة أسياد الأرواح. ثم يمسك بتلك العظمة ويكمل كلامه ويقول: على الرغم من وجود عظمة واحدة فقط متبقية في الصور إلا أنها أنقذتني من الهلاك بعد سقوطي من السماء، لذا يبدو أنها تمتلك نفس القدرات التي كانت لديها في تلك اللعبة. ثم يقول وهو يضحك من شدة الحماس: لا أعلم لماذا تم نقلي لعصر الخراب والدمار للممالك المتحاربة بدلا من الدخول للعبة، ولكنني الآن أملك قدرات عظمة شياو. ثم يقوم بالضحك وهو يقوم بسحب غطاء بجانبه ويقول: سألعب دور إمبراطور الأرواح وأستولي على العالم أجمع. ونرى أنه يقوم بارتداء ذلك الغطاء حول رقبته ويقول: الإمبراطور تشينغ الأول. لا لا، هذا يبدو سيئا. حسنا، سيكون اسمي الإمبراطور تشينغ فقط، إذا ما الاسم الذي سأنعت به مملكتي. ونرى أنه مستمر في عيش أحلامه. ثم يقوم فجأة بالصراخ ويقول: لا يهم لا يهم، فجميع الأراضي العظيمة التي تقبع خارج هذه النافذة ستصير ملكي. وحينها تقوم تلك الفتاة بالدخول إلى الغرفة وهي تحمل الملابس بين يديها، فعندما يراها بطلنا يكون في قمة إحراجه. فتنظر له تلك الفتاة وتقول له: ماذا تفعل يا سيدي؟ فنرى بطلنا لا يزال محرجا ويقول في نفسه: يا له من موقف محرج للغاية، سيتعين علي أن أبحث على وجبتي التالية في مكان آخر. ثم نراه يقوم بارتداء الملابس التي أهدتها له تلك الفتاة ويقول لها: شكرا لك، هذه الملابس تناسبني تماما. فتقول له تلك الفتاة: هذه الملابس ملك لوالدي الراحل، أنا سعيدة جدا لأنها مناسبة لك. فيقول لها: لا تناديني بالسيد مجددا، اسمي
جي تشينغ، وإذا لم يكن لديك مانع فيمكنك مناداتي بالأخ جي، فتقول له حسنا أفهم أخي جي، فيقول لها هل يمكنك إخباري بما يحدث في هذه المملكة؟ فتقول له وماذا قد تعرف فتاة يتيمة مثلي؟ لقد ترك لي والدي الراحل بعض الكتب فقط، وما أملكه من علم لا يكفي لإشباع فضول شخص عبقري مثلك. فنرى بطلنا يفكر مع نفسه ويقول ما هي مرحلة ختم الأرض التي ذكرها هؤلاء الأوغاد؟ أكان يوجد شيء كهذا في عصر الممالك المتحاربة؟ ثم يقوم بمناداتها ويقول لها شوان، ثم فجأة نراه مذعورا مما يراه، مش هنقول شاف ايه ولا هي كانت عايزة منه ايه، ونراه يسرع بقى الخروج مسرعا من الغرفة ويقول سأقضي الليلة في الحظيرة، ويقول في نفسه علي التحكم في نفسي فلا أستطيع استغلال الفتيات. وبعد أن خرج نسمع تلك الفتاة تقول يا لك من رجل نبيل حقا، ثم تقول وهي تفكر مع نفسها شاب يحمل لقب جي، من المرجح أنه أحد النبلاء من مملكة شو وينتمي لأكاديمية لو يي، وأيضا حذاءه تالف لكنه مصنوع بإتقان شديد، لذا من المؤكد أنه ينتمي إلى عائلة ثرية أو ذات نفوذ عظيم. ثم نراها تضع يدها على وجهها وتقول علي استغلال هذه الفرصة جيدا فهذا لن يتكرر مجددا. وفي الصباح التالي نرى بطلنا قد استيقظ من نومه في الحظيرة ويقول ها قد حل الصباح، صحيح لقد نمت عن طريق الخطأ ونسيت اختبار عظمة شياو، كيف أختبرها؟ ثم نراه قد لاحظ وجود آلة حادة بجانبه، فنراه يمسكها ويقول لنرى هل سيشفى جرحي أم لا، ثم يقوم بوضع تلك السكينة على يده ويقول سأقوم بخدش يدي خدشا صغيرا، ولكن حقا من الصعب علي إيذاء نفسي. وعندها يقاطع صوت الفتاة فيتفاجأ لدرجة أنه قام بجرح نفسه بالخطأ، ونرى أن تلك الفتاة تفتح الباب وتدخل وهي مذعورة وتقول له أخي جي أو غاد الأمس أتوا مجددا وسيدهم الشاب يطلب مبارزتك. فنرى بطلنا يمسك بيده وهو متفاجئ، ثم نسمع صوت ذلك السيد الشاب في الخارج يصرخ على بطلنا ويقول أيها اللقيط هلم إلي، وبما أنك ملكت الشجاعة وتجرأت على سرقة فتاتي فلتخرج وتبارزني كرجال. فنرى بطلنا يخرج له ويقول للسيد الشاب ها مبارزة، فيستمر هذا الوقت في الصراخ على بطلنا ويقوم بالإشارة بيده اتجاهه ويقول ألا تعرف ما هي المبارزة؟ أأنت جاهل؟ المبارزة هي القتال فيما بيننا أيها الريفي الوضيع. فنرى بطلنا ينظر إلى ذراعه الذي قام بجرحه ويقول عظام شياو مذهلة حقا، فقد شفيت جراحي في ثوان معدودة، حسنا لنجرب قدرتها الآن. فينظر إلى السيد الشاب ويبتسم ويقول أوه أتقصد صراع واحد ضد واحد؟ هيا فلتواجهني، من سيأتي أولا لمواجهتي؟ فنراهم خائفون ويقول له السيد الشاب بتوتر ألا تعرف حتى آداب المبارزة؟ ويكمل الخادم كلام السيد الشاب ويقول لبطلنا وهو يشير له أيضا من سيقاتلك ليس أحد أيها الجاهل. فنرى بطلنا ينظر إلى السماء ونرى شخص يدخل دخولا دراميا ويبدو عليه القوة ويقول هذا الشاب أنا تلميذ أكاديمية شيان يانغ. فنرى الجميع مذهول وينظرون نحوه ونرى أنه قد هبط على الأرض، فيقوم السيد الشاب بتقديم التحية ويصرخ عليه وهو يقول ساعدنا أيها التلميذ العظيم ين. فيقول له ين لقد استخدمت قلادة اليشم الخاصة باللورد لتطلب مني مساعدتك على أمر بسيط كهذا. حسنا بما أنني هنا على أي حال فلا بأس من مقابلة هذا الصقل المجهول الذي تتحدث عنه. ونرى بطلنا ينظر له وهو متوتر ويقول باندهاش لقد هبط من السماء. فيقول ين لبطلنا أنا تلميذ ين من أكاديمية شيان يانغ، جئت لأتحداك في مبارزة. فيقول بطلنا في نفسه وهو متوتر انتقلت لعصر الخراب والدمار للممالك المتحاربة التي يستخدمون فيها الفنون القتالية والصقل المتقدم. ثم ينظر إلى يده ويقول لحسن الحظ أملك عظام شياو وهو سلاح من لعبة أسياد الأرواح، لذا ليس لدي ما أخشاه، حتى مع سحب العالم يتبع الفنون القتالية سأكون بأمان ولن يحدث لي شيئا. فيقول ين لبطلنا بما أنني من طلبت التحدي فسأسمح لك بالحركة الأولى. فنرى بطلنا يقول في نفسه وهو يقبض على يده ويستعد لمقاتلته. في اللعبة لم تكن عظمة شياو مخصصة للشفاء فقط بل كانت تمتلك قدرات هجومية أيضا. ثم يقوم بالإشارة ناحية ين بيده ويقول استدعاء الأرواح من العالم السفلي. فنرى أنه لم يحدث شيئا. ثم نرى أن جي بدأ في التوتر ويقوم بفعل حركات مضحكة، ثم يقوم بالنظر إلى القلادة ويقول لماذا لم تتفاعل القدرة؟ أقمت بفعل شيء خاطئ. ثم نسمع ين يقول هذا المهرج ليس بساقل أو خبير مطلقا، فحركاته غير دقيقة وسريان طاقته غير منتظم ولم يصل حتى إلى المستوى الأول من مرحلة ختم الأرض. تبا لقد أحضرتموني إلى هنا لأجل لا شيء، فإن القضاء عليه شيء سهل لدرجة أنني لن أقوم حتى بسحب سيفي أمامه. فيقول له أحدهم ولكنه هبط من السماء يا سيدي. فنرى ين ينظر لهم ثم يقوم بالقفز وهو يقول لا تقلل من شأن الأكاديميات التي بالممالك الأخرى، فهي رائعة لدرجة أنها تستطيع أن تجعل الخنازير تطير، لذا الطيران ليس بإثبات على قوة فنونه وصقله ومكانته. ثم نراه قد قفز إلى أعلى
المنزل، وهو يقول للسيد الشاب: تحت إمرتك خادمان بالمستوى الأول من مرحلة ختم الأرض، يمكنهما تولي أمر هذا المهرج والقضاء عليه. سأرحل الآن لأن بقائي هنا ما هو إلا إهانة لي. فيقول السيد الشاب له وهو متعجب هو وأتباعه: ماذا؟ رجاء لا تغادر. فنرى أن ين قد قام بمغادرة المكان، ونشاهد بطلنا يقول في نفسه: هذا سيء، حاليا عظام شياو لا تعمل. فيقوم السيد الشاب بالصراخ على بطلنا ويقول: أسمعت أيها اللقيط؟ لقد تم كشف أمرك، هيا أسرع وأطلب الرحمة مني. فيقول بطلنا لهم: كشفني؟ كل ما في الأمر أنني وضعته في عالم وهم وجعلته يراني مجرد حسالة فاني. وهو يقول في نفسه: سأرجع للتلاعب بهم وأخدعهم، فهم مجرد حمقى وشخصيات ثانوية. ثم نرى أنه في تلك الأثناء تلك الفتاة تسترق النظر من خلف الباب وتستمع إلى كل ما يحدث، فتقول: ما الذي قاله أخي جيل التو؟ وتقوم بإمساك أداة كانت بجانبها. وفي تلك الأثناء كان لا يزال السيد الشاب يقوم بسب بطن ويقول لأتباعه: هذا اللقيط يتزاكى علينا، هيا هيا فليقوم شخص منكم بإسقاطه. فالتلميذ ين من المحال أن يخطئ. فنرى أن جميع مرافقيه متوترين وخائفين للغاية، ويقولون: سيدي فلتستدعي التلميذ ين مجددا. ويقول آخر: لقد رأيناه يهبط من السماء بالفعل. ونسمع آخر أيضا يقول: ماذا لو كان صادقا وتمكن بالفعل من التلاعب؟ وأثناء حديثهم نسمع بطلنا يقول لهم بغضب: لن أسمح لكم بالفرار من هنا أيها الأوغاد. وهو يضحك ويقول في نفسه: إنهم مرتعبون من الهالة التي نتجت عن سقوطي بالأمس. سأستخدم ما حدث بالأمس من أجل التلاعب بهم. ويقاطعوا صوت الفتاة وهي تصرخ عليه وتقول: أخي جي. فعندما يسمع بطلنا يقول في نفسه: تبا، لقد نسيت أمر تلك الفتاة. ثم نراها تحمل في يدها سلاحا وتقول له وهي بقى القرب منه: لما لم تقاتل ذلك التلميذ الذي أهانك؟ ثم تقوم بقى الاقتراب منه وتقول له بصوت منخفض: أقلقت من أنني قد أخاف من منظر الدماء وأرتعد منك بعدها؟ لا تقلق، مهما فعلت سأبقى بجوارك للأبد. فنرى بطلنا متعجب مما سمع ويقول له وهو متفاجئ: ماذا؟ ثم يقوم بقى الاقتراب منها ويقول له بصوت منخفض: لا سأقول لك الحقيقة، أنا لست أكثر من مجرد شخص عادي ولا يمكنني التغلب عليهم. فنراها أنها قد صدمت بعد سماعها لكلمات بطلنا. ويكمل بطلنا كلامه ويقول لها: ولكنني سأتلاعب بهم الآن، لذا حالما تتاح لك الفرصة للهرب فاركضي بأسرع ما يمكنك فورا. ثم نراه يقوم بالصراخ على هؤلاء الأشخاص ويكمل حديثه معهم ويقول: أثناء وهمي لذلك التلميذ قمت بكبح جماح قواتي تماما لينخدع ويتركني ويذهب من المكان، ولكن أنتم مجرد حسالة، لذا لا بأس بالتنمر عليكم. فأمامكم يقف الجنرال الطاغي للتحالف تدمير السماء وأحد الأمراء لمملكة تشوء الشيطانية. فنراهم يقولون فيما بينهم: تدمير السماء؟ لم أسمع بها من قبل. الجنرال الطاغي يبدو اسما مهيبا بالفعل، هل هو من أكاديمية لوي؟ ويقول أحدهم للسيد الشاب: ينبغي علينا أن نهرب فورا. وفي تلك الأثناء يكون ينظر لهم بطلنا ويبتسم ابتسامة توحي خطته ويقول في نفسه: رائع، لقد نجحت في التلاعب بهم. ثم يقوم بقى المناداة على شوان ويقول لها أن الوقت مناسب الآن للهرب، هيا فلنذهب من هنا. ونرى أنه في لحظة قد تم قطع ذراعه فينظر باستغراب ولا يدري ما الذي حدث للتو، لنجد أن الذي قطع ذراعه هي تلك الفتاة شوان. فيقول هو مصدوم مما حدث: ماذا؟ فنرى أن تلك الفتاة تنظر له وتقول: اتضح أنك كنت مجرد حسالة لا نفع منها. ثم نرى أن بطلنا قد سقط على الأرض نتيجة لقطع ذراعه، وتلك الفتاة تقوم بإلقاء السلاح من يدها وتتجه ناحية السيد الشاب ومجموعته وتقول له: شكرا لك على إنقاذي أيها السيد الشاب، فلولاك لقام ذلك اللقيط بالتحرش بي. فنراهم في حالة من الصدمة جميعا ويقول السيد الشاب: ماذا؟ فتكمل الفتاة وترجع وهي تبكي أمامه وتقول: هذا الحسالة ليس بصاقل، فلتتخلصوا منه رجاء، وفي المقابل أنا على استعداد لخدمتكم طوال حياتي. فنرى هذا السيد الشاب يقوم بالضحك ويقول لها: لا تخافي، تعالي إلي. ونرى يأمر أتباعه بضرب جي ويقول لهم: اضربوه يا شباب وعلموه أن لا يعبث معنا مجددا. ونرى أن بطلنا في تلك الأثناء ملقى على الأرض ولا يصدق ما يحدث له، بينما يرى يده ملقاة أمامه على الأرض ولا يستطيع فعل شيء. فنسمع ذلك الخادم يقول لباقي الأتباع: سمعتم السيد الشاب قبل مغادرته مع الأنسة شوان؟ فيقولون: أجل، لقد سمعنا السيد، هيا فلنقم بضربه يا شباب. ونراهم قد أحاطوا به وقاموا بضربه ضربا شديدا وجعلوه شبه فاقدا لوعيه، ثم تركوه وهو ملقى على الأرض ويقولون فيما بينهم: أين ذهب غرورك؟ قلت تحالف تدمير السماء، ها جنرال طاغي، أليس كذلك؟ أتخذ نفسك قادرا على التلاعب بنا؟ فنرى بطلنا يفتح عينيه بصعوبة
وهو ينظر إلى ذراعه المقطوعة ويقول في نفسه لابد لي من استعادة ذراعي التي تحمل عظام شياو، ويحاول بيأس الزحف ناحية يده المقطوعة، فينظر له الأشخاص ويقولون فيما بينهم انظروا إليه إنه يزحف، ويقول آخر يا له من شخص عنيد، ثم يبدأون في الرهان فيما بينهم على كم خطوة يمكنه أن يزحف، فيقول أحدهم أراهن أنه سيقوم بالزحف لمسافة 10 خطوات، وآخر يقول لا أراهن أنه سيقوم بالزحف لمسافة 8 خطوات فقط، ونرى أن جي يستمر في زحفه، وعندما اقترب إلى الوصول إلى يده المقطوعة وهو يقول في نفسه أكاد أن أصل، نرى شخصا ما قدم وقام بالدوس عليه وسحق به الأرض، فنسمع جي يصرخ من شدة الألم ويقول هذا الشخص هذا السيد العظيم قال إنك لن تتجاوز 8 خطوات، إذا أنت لن تتجاوزها مطلقا، فيقول أحد رفاقه أخي أنت تغش، ونرى جي في حالة يرسى لها لكنه لا يزال يزحف ناحية يده المقطوعة، وعندما كاد أن يصل لها لا يقدر على الزحف أكثر، فنراه يجبر جسده ويحاول بكل ما أوتي من قوة أن يصل إلى صوار عظام شياو، ويقول فلتتحرك أيها الجسد اللعين، ويحدث شيئا ما غريب في الأجواء عندما قاربت يده من الإمساك بالصوار، ونرى أن الصوار بدأ يشع ونسمع صوت نبضات ملأ المكان كله، وجعلت كل المتواجدين يشعرون بالضغط من شدتها ولا يستطيعون الحراك، فيقول يان وهو مستغرب نبض إنه نبض القلب، ولكن كيف لنبض القلب إصدار هذا الصوت المهيب، فيقول يان وهو متفاجئ محال، هذا يعني أن شرايينه وأوردته قد امتلأت بالطاقة، وبدأ ينتج عن ذلك نبض يشبه دوي الرعد، ثم يقول وهو متفاجئ هذه علامة على أن الشخص قد اخترق ودخل مرحلة ختم الأرض، ونرى أن بطلنا يبدأ في إخراج موجات من الطاقة الشديدة وهو يمسك بذراعه المقطوعة ويقوم بإيصالها بجسده، ونرى أن ذراعه قد شفي بالكامل. ثم نرى بطلنا ينظر لهم بأعين مرعبة ومتعطشة للدماء وهو يخرج هالة قتل مخيف ويبتسم بجنون، ثم يقوم بالوقوف وهو يضحك ويتمايل، فنراهم متفاجئين مما يحدث، ثم يبدأ ذلك الخادم بالصراخ على يان ويقول له أخي يان هذا الفتى مرعب علينا التعجيل بقتله فورا، فنرى يان يصرخ ويقول له أجل سأفعل ذلك، ثم نراه يخرج طاقته ويستعد لمقاتلة بطلنا ويجري اتجاهه بسرعة ويوجه له لكمة قوية على وجهه وهو يقول له أتظن أنك قادر على الصمود أمامي وقد دخلت مرحلة ختم الأرض لتوك، فنرى أن بطلنا قد تعرض للكمة قوية جدا، ويكمل يان كلامه ويقول لبطلنا أنا أيضا في المستوى الأول من مرحلة ختم الأرض وأستطيع سحق الحديد والحجارة بقبضتي، فنرى أن بطلنا يبتسم بعد تلقيه لتلك الضربة الهائلة، فيلاحظ يان ذلك أيضا، ونرى علامات التوتر على وجه يان ويقول ماذا محال ماذا كيف حدث ذلك لماذا لم تتأثر بتلك اللكمة، ثم نرى أن بطلنا يقوم بقبض يده في تلك الأثناء ويقوم بتوجيه لكمة قوية إلى بطن يان تجعله يفارق الحياة مباشرة من شدتها، فعندما يرى الآخرون هذا يكونون في حالة من الصدمة والرعب الشديد مما يروه، فينظر لهم بطلنا بعينين مليئتين بالتعطش إلى الدماء، وبعدها نسمع صوت صرخات وكسر للعظام، ونرى أن بطلنا قد قام بالقضاء عليهم جميعا، ونرى أن الخادم في تلك اللحظة يقف وهو خائف للغاية ويصرخ ويقول لبطلنا أرجوك لا تقترب مني فلتبقى على حياتي رجاء، كل ما حدث كان خطأ تلك الفتاة السيئة هي من أغوت سيدنا الشاب وطعنتك في ظهرك، لا علاقة لي بذلك، وإذا أبقيت على حياتي أعدك بأخذك إلى مدينة يونغ وسأوصي بك إلى السيد الشاب حتى يحسن معاملتك، لا تقلق سيد الشاب ينتمي لعائلة نبيلة من مدينة يونغ وهم في حاجة لخبراء بقوتك، لذا لن يكون بتفضيل تلك الفتاة متواضعة المقام على بطل عظيم مثلك، فيقول له بطلنا وهو ينظر له ببرود أيها الحسالة أنا قوي، فنرى أن ذلك الخادم يومئ برأسه بقوة ويقول له وهو متوتر تأكيد فأنت قد قتلت الأخ يان الذي كان في المستوى الأول من ختم الأرض بلكمة واحدة فقط، لذا لا أحد من أتباع سيدنا الشاب يستطيع أن يهزمك، فنرى بطلنا يبتسم وهو يطرقع أصابعه ويقول له بسخرية هذا هو ذنبكم فأنتم من أيقظتم غضب الشيطان القابع بداخلي، والآن سأرسلك لمقابلة رفاقك في الجحيم، فنرى أن ذلك الخادم بدأ في الصراخ ويقول له أرجوك ارحمني أيها السيد العظيم، ولكن في الوقت ده بطلنا ما بيرحموش وبيخلص عليه، وقبل ما يغادر المكان نرى أنه قد قام بالتخلص من جميعهم،
وجثثهم قد ملأت المكان بالكامل. ثم نرى يقول بفخر: أيها اللقطاء، لقد أيقظتم حالة متعطشة للدماء غريبة بداخلي، لذلك لم أستطع كبح جماح نفسي وقتلتكم جميعا. ثم نرى ينظر إلى الصور الذي بيده ويقول: هالة التعطش للدماء هذه بالتأكيد بسبب ذلك الصوار، صوار عظام شياو. ثم نرى يقول بغضب: تلك الفتاة اللعينة، أنت متواجدة إذن بمدينة يونغ، أقسم بأنني سأجدك حتى لو اختبأت في باطن الأرض. وفي اليوم التالي أثناء سير بطننا في هذه السهول ونرى أنه مرهق للغاية وفي حالة يرثى لها، وأثناء سيره في هذه السهول يقول: أنا أشعر بالجوع سريعا بعد وصولي لمرحلة ختم الأرض. ونرى أنه في قمة الإرهاق والتعب، وأثناء سيره يتعثر بصخرة مما يؤدي إلى سقوطه على وجهه إلى أسفل الجرف، ونراه ملقى على الأرض ولا يقدر على الحراك من شدة الجوع والتعب. وفي تلك الأثناء يكون هناك قافلة تسير في ذلك الطريق، ونسمع قائد الحرس يقول لأتباعه: فلتكونوا حذرين، في هذه المنطقة خطيرة ومملوءة بقطاع الطرق. فيصرخ عليه أحد أتباعه ويقول له: حسنا يا سيدي. وفي تلك الأثناء يظهر بطن أمامهم كالشبح، مما يجعل حصان قائد الحراس يقوم بالدوس على وجهه، ويصرخ عليه قائد الحراس ويقول له: من أنت؟ وفي تلك الأثناء نسمع صوت فتاة صغيرة من داخل العربة تنده على خادمتها وتقول: لوي، لما توقفنا فجأة؟ فتقترب الخادمة من العربة وتقول لها: لقد ظهر شاب أمامنا فجأة من العدم يا أنستي، ودهسه حصان القائد، ولا نعلم ما إذا كان قد أصيب بجروح خطيرة أم لا، لذا لا داعي لتزعجي نفسك يا سيدتي الشابة، حماقته هي السبب فيما حل به. ونرى أن بطننا لا زال ملقى على الأرض وهم يقفون حوله، وتكمل الخادمة حديثها للسيدة الشابة وتقول لها: سنعطيه بعض المال فقط ونصرفه. ونرى أن بطننا لازال ملقى على الأرض وأثار أقدام الحصان متواجدة على وجهه. فنسمع الأنسة الشابة تقول لخادمتها وهي تقوم بالخروج من العربة: كلا، بما أنه قد خاطر بحياته لإيقافنا فلا بد وأنه بحاجة للمساعدة. وعندما كانت في طريقها للنزول من العربة نرى أن تلك الخادمة تمسك بيدها مقعد خشب صغير وتقول للأنسة الشابة: مهلا يا أنستي. ولكن تلك الأنسة لا تتمهل، ونعلم أنها قد سقطت على العربة. والخادمة تقوم بالصراخ عليها بقلق وتقول: سيدتي، لقد أخبرتك أن تنتظري حتى أضع المقعد على الأرض. ونرى أن بطننا لازال كما هو ملقى على الأرض ولا يدري ما الذي يحدث، وكل ما يشغل تفكيره هو الطعام. فتقترب منه تلك السيدة الصغيرة وتقول له: لا بأس، إنه مجرد نزيف بسيط في الأنف. فيحاول بطننا أن يفتح عينيه لينظر بألكاد للشخص الذي يحدثه، ليرى فتاة صغيرة تنزف الدماء من أنفها تجلس فوق رأسه وتقول له: أعلم أنك خاطرت بحياتك لإيقاف عرباتنا لسبب ما، فما هو؟ فيقول بطننا لها: طعام، أنا جائع. فعندما تسمعه السيدة الشابة تصدم وتقوم بالتنهد والقيام وهي تنفض ملابسها وتقول: اعتقدت أنك أوقفت عربتنا لتحكي لنا قصة أسطورية عن النضال في هذا العالم المتوحش أو شيئا من هذا القبيل، ولكن كل ما تريده هو الطعام. ونرى أن الخادمة تحضر لها منديلا لتمسح بها أنفها الذي يستمر في النزيف. ثم تقول هذه السيدة الشابة لخادمتها لوي: أعطيه شيئا ليأكله. فتقول لها تلك الخادمة: ولكنك يا سيدتي بالفعل قمت بإعطاء حصاننا لهؤلاء اللاجئين الجائعين الذي قبضناهم من قبل. فتقول تلك السيدة وهي متفاجئة: إذا لم يعد لدينا طعام؟ حسنا، انسى الأمر. وتقول فجأة بجدية وهي تضع يدها بصدرها: ليس أمامي خيار آخر سوى التضحية، فإن روحه أهم. ثم نراها تخرج شيئا من صدرها، فتقوم تلك الخادمة بالصراخ عليها وتقول لها: وضعت الكحك مجددا بصدرك أيتها الآنسة؟ فتقول لها السيدة الشابة بوجه غريب: وما الخطب في كوني أود أن أصبح فاتنة؟ فتقول لها الخادمة: ولكن سيد العائلة نهاك عن فعل هذا. فتقول لها: من سيستمع لذلك العجوز؟ وتكمل الخادمة كلامها وتقول: ولكن سيدتي الشابة. فتقاطع السيدة الشابة كلام الخادمة وتقول لها: لقد اتخذت قراري بالفعل. فنسمع بطننا يقول لهم: فلتتوقفوا عن الثرثرة بالهراء، فأنا جائع وأعطني أي شيء لا أكله. فتتجاهله السيدة وتكمل حديثها مع الخادمة وتقول: أبي عنيد للغاية. فهذه اللحظة نرى أن بطننا قد سحب الكعكة من يد السيدة الشابة مما أدى لسقوطها على الأرض. ونرى الخادمة متفاجئة مما حدث، ونشاهد أن بطننا يأكل الكعكة بشراهة شديدة ولكنه لا يزال جالس فوق السيدة الشابة. وفي تلك اللحظات نرى سيفا اتجه ناحية رقبة بطننا جعلها تنزف، ونعلم أن هذا هو زعيم الحرس وحراسه يحيطون ببطننا. ويبدأ قائد الحرس بالصراخ على بطننا ويقول له: أيها الوغد، قم من فوق الآنسة فورا. ويقول أحد الحراس له أيضا: أيها اللعين، أتجرؤ على التحرش بسيدتنا؟ فلنقتله على الفور. فيقول بطننا: أيها الحمقى، كيف سأبتعد عنها وأنتم تحيطونني بسيوفكم؟ فنرى أن السيدة الشابة تقوم بالإشارة لهم وتقول لهم: انزلوا سيوفكم، إنه شخص صالح.
الرابع. فعندما كان هونج لا يزال على قيد الحياة كان يحب سرقة الطعام والانقضاض على الناس أيضا. ثم تنظر إلى بطنة وتقول له لابد وأنك ما زلت جائعا. كل هذه أيضا، ونراها تخرج كعكة أخرى من صدرها وتعطيها لبطنة الذي قد لاحظ ما يجري في تلك الأثناء. ونرى أنه يبدو عليها التوتر الشديد ويقول لها هونج هل هذا اسم جرو لك أم ماذا؟ ثم نرى أنهم يستعدون للرحيل. فتقول السيدة لبطنة قبل رحيلهم للأسف أحضرت معي فقط قطعتين من الكعك، لذا تحمل قليلا حتى تصل لمكان به طعام. بالمناسبة أنا أدعى شانغ لي، ما اسمك يا هونج؟ فتصرخ عليها الخادمة في تلك الأثناء وتقول لها سيدتي الشابة لما تخبري هذا الغريب باسمك؟ فنرى بطنة ممسك بالكعكة وهو في حالة من الذهول مما يحدث ويقول لها اسمي جي تشينغ، شكرا جزيلا على الكعك، سأرد لك حسن صنيعك هذا لاحقا. ثم نراهم قد ذهبوا في طريقهم وتركوه. فنرى بطننا لا يزال ينظر إلى الكعكة التي بيده ويقول في نفسه لا زال يوجد بعض الصالحين في هذا العصر القديم، أتساءل عما إذا كان بإمكاني رؤيتها مرة أخرى وأرد لها جميلها. ثم يتذكر فجأة أنه لم يسألهم عن طريق بلدة يونغ ويقول هو متفاجئ أنا أحمق للغاية. ثم نرى أن بعد 4 ساعات من سيره قد التقى بهم مرة أخرى. فعندما ترى السيدة الشابة تقول له لا أصدق أننا التقينا مجددا، لقد اضطررنا أن نأخذ طريقا بديلا إلى مقاطعة قريبة للحصول على الطعام، ولكنك لحقت بنا على الرغم من ذلك، أنت سريع جدا. ونرى أن زعيم الحرس ينظر إلى بطننا بحزم شديد ويقول له بغضب أنت مجددا يا لك من شاب مثير للريبة، أعتقد أنه يتعين علي قتلك. فيصرخ عليه بطننا ويقول له وما ذنبي أنا أيها الوغد، أنتم من تظهرون في وجهي. فتقول السيدة الشابة لبطننا نحن ذاهبين لمدينة يونغ، أن نوصلك معنا؟ فينضم لهم بطننا، وأثناء سيره معهم يعلم بعض الأشياء عن هذا العصر، عصر الممالك المتحاربة. ونعلم أنه في ذلك العصر كان هناك العديد من الأحداث التاريخية والأشخاص المعنيين بحدوثها متطابقين تماما ولكن باختلاف النتائج. فقبل 500 عام من الآن اغتيل الملك تشين على يد شخص يدعى جينغ في مدينة شانيانغ العظمى، وتبعا لهذه الواقعة تغيرت الأحداث التي كان يعلمها مسبقا عن الماضي والتي درسها عن تاريخه. ويكمل ويقول ولكن قبل أن يموت الملك تشين تمكن من تحطيم مسارات قلب جينغ، وحينها أغلق جينغ عينيه منتظرا موته، ولكن ظهر شخص غريب أصلع برفقته نمر مجنح وأنقذ جينغ بتقنية الشفاء الخاصة بنمره، ولم يظهر مجددا في هذا العالم منذ ذلك الحين. ونتيجة لهذا المتغير تغير التاريخ عما أعرفه، وتم منع مملكة شين الاستبدادية من توحيد البلاد، وخاضت الولايات الإقطاعية حرب، واستمرت الممالك السبع في القتال فيما بينها من أجل الهيمنة حتى يومنا هذا. فهمت ما حدث؟ فحادث اغتيال جينغ للملك تشين منذ 500 عام قد نجح، وبسبب ذلك لم يقم الملك تشين بتوحيد البلاد كما ذكر بالتاريخ الذي أعلمه. ثم نراه يقول في نفسه من يا ترى ذلك الشخص الأصلع الذي قام التدخل وتغيير مجرى الأحداث عما درسته في التاريخ؟ فقد غير تدخل هذا الأصلع مجرى الأحداث تماما. فتقاطع تفكيره السيدة الشابة وتقول له لما أنت شارد الذهن هكذا؟ فتقول لها الخادمة أيضا لقد تأخر الوقت يا سيدتي، يجب عليك العودة للعربة والحصول على بعض من الراحة. فنسمع السيدة الشابة تتذمر وتقول للخادمة ولكنني لا أشعر بالنعاس، أنا أشعر بالملل الشديد، أتمنى لو كان لدي بعض القصص والروايات لأقرأها. فيفاجئها بطننا ويقول لها أتحبين قراءة الروايات؟ فتقول له أجل، أتودين سماع قصة مثيرة؟ سأخبرك ببعض القصص والروايات العظيمة التي قرأتها كشكر مني على حسن ضيافتك لي. ثم نرى أن علامات الحماسة والإعجاب الشديد ظهرت على السيدة الشابة وتقول له أجل اروي لي بعض القصص. فيبدأ بطننا في رواية العديد من القصص لها والعديد حتى أنه روى لها كل القصص التي يعرفها من حياته السابقة. ونرى السيدة الشابة لا تكل ولا تمل من سماع تلك القصص. وفجأة يقاطعهم قائد الحرس ويقوم بسحب بطننا من رقبته محاولا إخراجه خارج العربة، وهو يقول له بغضب لقد صرت تطيل البقاء هنا، هيا انقلع إلى الخارج فالمكان أصبح ضيق. فيقول له بطننا نعم بات ضيقا بوجودك، جرب ألا تحشر أنفك في شؤوننا ولن ينتابك الضيق مجددا. فيقول له قائد الحرس وهو غاضب لا يمكنني السماح لشخص غريب مثلك ذو أصل مجهول أن يطيل البقاء بجانب السيدة الشابة
الشابة. فيقول له بطنة وهو متفاجئ: ألم أخبرك أنني وقعت على رأسي ونسيت كل شيء؟ ونسمع السيدة الشابة تصرخ وتنادي على بطنة وتقول له: هونج، فلتروي لي قصة جديدة. فيقوم بطنة بالإشارة إلى السيدة ويقول للحارس: أسمعت؟ سيدتك الشابة هي التي تريد بقائي هنا حتى تتمكن من سماع قصصي العظيمة. مت بغيظك أيها البغيض ولتذهب إلى الخارج. فنرى قائد الحرس يقول للسيدة الشابة: سيدتي، أنا قلق عليك منه. فتقول الخادمة بتوتر لقائد الحرس: اتركه يا أخي، فأنا بجوارها فلا تقلق. فيقول الحارس وهو محرج للغاية: حتى أنت يا لوي اتخذت صفه. ونرى أن بطنة يضع يده على كتف الحارس ويقول له: يبدو أنك تماطل وتود البقاء بشدة لتسمع قصص العظيمة، أليس كذلك؟ هيا انطق بالحق يا قائد الحرس، وكفاك إحراجا. ويستمرون في سيرهم، وأثناء سيرهم نرى أن قائد الحرس يمشي بحصانه بجوار العربة ليسمع قصص بطنة، ثم يقول له: ما هو المثير في قصصك الدنيئة؟ فالشخصيات التي بها ضعيفة مثلك وحتى المقاتلين التي تفتخر بهم في قصصك أستطيع التعامل مع 10 من أمثالهم. فتقول السيدة الشابة وهي تفكر: حسنا، العم وي على حق، فأقصى شيء بمقدور أبطال رواياتك فعله هو قطع حجر إلى نصفين، أليس كذلك؟ إذا فأبطال قصصك ضعفاء للغاية إذا ما قارناهم مع العم وي. ثم تقوم بقى التشويح بيدها وتقول له: ولكن على أي حال لا بأس بأن تكون شخصيات ضعيفة طالما أن القصة مثيرة وبها عنصر الغموض والأكشن والكوميديا. ونرى أن الخادمة تحرك رأسها وتوافق على رأي السيدة الشابة وتقول: القصص المتوقعة ممكن أن تكون ممتعة. فنرى بطلنا يبتسم ابتسامة مزيفة ويقول بريبة في نفسه: يا رجل، ما مدى قوة الأشخاص في هذا العالم؟ يجب أن أقص عليهم إذن قصص الخيال العلمي. فتقول له السيدة الشابة: استمر يا هونج، أريد أن أعرف ما الذي سيحدث في نهاية تلك القصة. فيقول بطلنا لها بغضب: أيمكنك التوقف عن دعوتي بهونج؟ اسمي جي. فنرى نظرات بريئة على وجه السيدة الشابة وهي تطلب منه برفق أن تستمر بمناداته بهذا الاسم. فيقول بطلنا لها: حسنا، لا فائدة ترجى منك، على أي حال فلتفعلي ما تريدينه. ونراها تصرخ وهي فرحة وتقول: أجل، هيا أخبرني بالمزيد من الروايات. ويستمر بطلنا بإخبارها المزيد من القصص. وفي تلك اللحظة تقوم العربة بالاصطدام بشيء ما يجعل السيدة الشابة تسقط فوق بطلنا. فتقوم الخادمة بمساعدة السيدة الشابة على النهوض وتقول لها: أنت على ما يرام أيتها السيدة الشابة. وفي تلك الأثناء نرى أن السيدة الشابة قلقة على بطلنا وتقول له: هل أنت بخير؟ فيقول لها بطلنا وهو يضحك بتوتر: لا تقلقي، فأنا شاب قوي، ولكن لماذا توقفنا أو وصلنا إلى مدينة يونغ؟ فتقول له الخادمة: بيتنا قريبين من المدينة، سنتوقف هنا الآن من أجل الراحة. وتكمل السيدة الشابة وتقول له: هونج، لماذا تود الذهاب لمدينة يونغ؟ فيقول بطلنا لها: أود الذهاب إلى هناك لتسوية بعض الضغائن. فتقول له السيدة الشابة بحماس: فهمت، أنت ذاهب للانتقام من شخص ما. فتقول له أيضا الخادمة: كيف تتذكر انتقامك على الرغم من فقدانك لذاكرتك؟ فتقول له السيدة الشابة: أن تتذكر ذلك رغم سقوطك على رأسك، أراهن أنه مدين لك بالكثير من المال. فنرى بطلنا يزيح ستار نافذة العربة وينظر منها ونراه متفاجئ مما يراه، ونعلم أنه تفاجأ لأنه وجد السيد الشاب الذي كان يسعى خلفه من أجل الانتقام هو وتلك الفتاة. وفي تلك الأثناء نرى أن قائد الحرس يقدم القلادة الخاصة بالعائلة التي يخدم بها لصاحب النزل ويقول له: قم بإعداد الماء الساخن لنغتسل وبعض الطعام ونظف الخيول أيضا. فيقول له سيد النزل: بالطبع سأقوم بإعدادها لك على الفور. وفي تلك الأثناء نرى أن قائد الحرس قد شعر بنية قتل شديدة، فينظر الحارس على الفور ناحية مصدرها ليرى بطلنا وهو ينزل من العربة وهو يبدو غاضبا للغاية. والسيدة الشابة تصرخ عليه وتقول له: هونج، إلى أين أنت ذاهب؟ لقد وصلنا للتو إلى ضواحي مدينة يونغ. فيقول لها بطلنا وهو يسير والغضب يملأه: آسف، فيا للصدفة الحسنة، فقد التقيت بمعارفي القدامى، من الآن فصاعدا تظاهري بأنك لا تعرفيني، لأنه لن يسلم أي منهم، لأنني سأقوم بالقضاء عليهم جميعا. فتقول له السيدة الشابة: ماذا؟ أتظاهر بعدم معرفتك؟ فيقول لها بطلنا أثناء سيره: حسنا، قبل أن نفترق سأقوم بإخبارك قصة أخيرة. بعصر الخراب والدمار حل على مدينة يونغ ملك جبار لا ينسى انتقامه مهما طال الزمان ولا يهاب موتا أو قتالا أو خطر. ثم نرى أن نية القتل واضحة في عينيه وهو ذاهب اتجاه السيد الشاب ومجموعته. ونرى أن بطلنا يسير ناحية السيد الشاب وأتباعه الذي نراه جالس على طاولة وسط أتباعه يحتسي الشراب، بينما يسأل عن شين شوان، عن تلك الفتاة شوان، ويقول لتابعه: لماذا تأخرت كل هذا الوقت؟ فيقول له: لقد ذهبت إلى غرفتها، هل أذهب لمناداتها يا سيدي؟ فيقول له: لا داعي لذلك. وفي تلك الأثناء يرى أن بطلنا قادم ناحيته فيتفاجأ من ذلك ويقوم بالصراخ على أتباعه ويقول لهم: هيا أسرعوا وأقضوا عليه، لا تدعوه يأتي إلى هنا. فنرى أن ذلك التابع يقوم بالصراخ على الحراس ويقول لهم:
احموا السيد الشاب. ونرى في تلك الأثناء أن بطننا قد صار بالركض ناحيتهم وهو يقول لهم سأدفنكم جميعا اليوم تحت التراب. ونرى المقاتلين يصرخون على بطننا ويقولون له هلم إلينا، ويسرعون نحو مواجهته هم أيضا، لكن بطننا يقوم بلكمهم وإسقاطهم على الأرض. فنرى أن أحد الحراس قد هاجم بطننا جي وتمكن من إصابته في ظهره بسيفه، فنلاحظ بطننا يبتسم، فتفاجأ ذلك المحارب من ردة الفعل تلك عندما يرى بطننا يبتسم، وأثناء ذلك يقوم بطننا بإمساك يده بقوة ويبدو أنه كسرها، وهو يقوم بإمساكها ويقوم بإلقائه بعيدا. ونراه قد قام بالقضاء على جميع الحراس الذين يواجهونه، ويقول وهو يسير ناحية السيد الشاب فالحقيقة أنا هنا لأريكم الرعب الحقيقي. فنرى السيد الشاب مرتعب للغاية ويقوم بالصراخ على أتباعه ويقول لهم أيها الحسالة لماذا لا تستطيعون القضاء على رجل واحد؟ لا تدعوه يقترب أكثر، اقتلوه. فنرى أن الحراس متفاجئين من مدى قوة بطننا. وفي تلك الأثناء نرى بطننا قد سارع في التوجه إليهم ويقوم بالقفز ناحيتهم ويسرع في مهاجمتهم، ونراهم خائفين من تقدمه نحوهم، فيقوم بتوجيه اللكمات لهم ويقوم بالإطاحة بهم واحدا تلو الآخر. وفي تلك الأثناء نرى أن سيفا قد اخترق كتف بطننا، ونسمع أحد الحراس يضحك ويقول له لقد طعنتك في نقطة حيوية أيها اللعين فلتمت. فنرى بطننا واقف في مكانه، ثم فجأة يقوم بإمساك ذلك السيف وكسره بيده وهو يسعى للدماء ويقول له بغضب وماذا في ذلك، ويقوم بإمساك نصل السيف بيده ويقوم بكسره وقطع عنق ذلك الشخص به، ثم يقوم حارس آخر بإصابة بطننا وهو يقول له مت. فنرى بطننا قد أمسك سيفه هو الآخر بأحد يديه ويقول له بصوت مرعب كل من ساقع بمرمى بصري سأبيده. فنرى ذلك المقاتل يضغط على أسنانه وهو يحاول أن يسحب سيفه من يد بطننا، فيقوم بطننا بطعن والقضاء عليه هو الآخر، ويستمر في القضاء عليهم واحد تلو الآخر، مما يجعل الجميع متفاجئين. حتى الأحصنة التي كانت تتواجد في المكان قد تفاجأت هي أيضا من هول هذا المنظر المهيب. فنرى أن السيدة الشابة تكون سعيدة للغاية وتقول بفرح أنا هنا لأريكم جحيم الدنيا على يدي، كل من ساقع أمام عيني مهما كانت خليفته سأقتله. يا لها من كلمات عظيمة. فنرى أن قائد الحرس يقوم بمنعها من التقدم ويقول لها لا تقترب أكثر يا سيدتي الشابة. بالنظر لهالته فهو بقى المستوى الأول من مرحلة ختم الأرض. ثم نراه ينظر ناحية بطننا باندهاش ويكمل كلامه ويقول ولكنه ينظر بهالة مشؤومة مليئة بالتعطش بالدماء يلا رعب سطوة. وفي تلك الأثناء نرى بطننا يقف والجراح تملأ جميع جسده، ونرى أنه قضى على جميع من واجهوه. فيقول قائد الحرس بفخر إنه يلوح بقبضته كالمجنون ولا يوجد شخص بقى المستوى الأول من مرحلة ختم الأرض يمكنه التغلب عليه. فتقول السيدة الشابة وهي تفكر ألا يبدو أن هؤلاء الأشخاص مدينون له بالكثير من المال. ونرى أن بطننا لا يزال في حالة هياج ويقوم بالقضاء وتمزيق كل من يواجهه بمنتهى الوحشية والهمجية. فيكمل الحارس كلامه ويقول لا يمكن لأحد استخدام أسلوبه القتالي الشرس هذا، فانظري إلى كمية الدماء التي يخسرها بغض النظر عن مدى قوته سينهار قريبا. ونرى أن بطننا لا يزال يطيح بأتباع السيد الشاب وهو يبدو أنه قد فقد عقله. ويكمل الحارس كلامه وهو متفاجئ ويقول ولكن جروحها تلتئم بسرعة مهولة. فنرى أن الخادمة متعجبة وتقول لقائد الحرس ولكنه في المستوى الأول فقط من مرحلة ختم الأرض، فكيف هذا؟ أيملك تقنية خاصة؟ وفي هذه الأثناء نسمع السيد الشاب يصرخ على أتباعه ويقول لهم أثناء تقدم بطننا ناحيته أسرعوا أسرعوا وأوقفوا أيها الحسالة لا فائدة ترجى منكم. ونرى أنه في حالة من الرعب الشديد، ونرى أن بطننا في قمة غضب ويقوم بتوجيه لكمة لوجه السيد الشاب التي من قوتها جعلته يفقد الوعي، ثم يمسك برأسه ويقوم بسحبه ناحيته ويقول له وهو ينظر في عينيه أمسكت بك أيها الوغد. نرى أن أتباع السيد الشاب قد أحاطوا ببطننا وهم يصرخون على بطننا ويقولون له دع سيدنا الشاب أيها الوحش. فنرى أن بطننا لا يزال ممسك برأسه ويقول أخيرا يمكننا الآن التحدث وجها لوجه. فيقول له السيد الشاب وهو يبكي اصفح عن حياتي أيها السيد العظيم. ويكمل السيد الشاب كلامه ويقول لبطننا أرجوك ارحمني فوالدي هو لين غياو نائب وزير مملكة شينا العظيمة، لن يسمح لك بالبقاء حيا إذا قتلتني. وأثناء قوله لهذا نرى بطننا يصرخ على المتواجدين ويقول لهم أين ذهبت تلك الساقطة؟ فيقول له السيد الشاب نعم سأحضر لك، فهي من طعنتك في ظهرك وقامت بقطع ذراعك أنا بريء من ذلك. فيقاطعهم صوت تلك الفتاة وهي تقول لبطننا توقف. فيلتفت بطننا وينظر إليها فنراها تتجه مسرعة ناحيتهم وهي تقول لبطننا لا تؤذي السيد الشاب، وتقوم بالركوع أمام بطننا وتقول له وهي تتوسل إليه وتبكي أنا المخطئة دع السيد الشاب وشأنه رجاء. وتستمر في التوسل والبكاء لبطننا. فينظر جي لها بغضب شديد ويقول لها كنت مدينا لك
ثم نراه ينظر لها بعينين غاضبتين ويكمل كلامه ويقول: بسبب قبولي في منزلك وطعامي لذا وددت رد ديني هذا لك، وقد رأيت أن ذلك الوغد كان يضايقك، وبناء على نخوتي وشهامتي كرجل خطرت بحياتي لمساعدتك للهرب، ولكنك أيتها الساقطة قد قبلت كرمي في النهاية بطعني في ظهري. فنراها تنظر له وهي على وشك البكاء، فنسمع أحد الواقفين بجوار قائد الحرس يقول له: يبدو أن تلك المرأة خانت هونج من أجل الثروة والشرف، يا لها من حقيرة، كم هذا مشين. وتقول الخادمة لوي وهي تتنهد: إذن هذا هو الدين الذي كان هونج يتحدث عنه، يا لغدر هذا العصر، فالصالحون به يجدون صعوبة في العيش حقا. ويكمل بطلنا كلامه ويقول: شوان، بما أنني رددت لك حسن صنيعك فقد حان وقت تحقيق الانتقام. ويكمل كلامه وهو يتجه نحوها ويقول: شوان، ماذا تظنين أنني فاعل بك؟ فنراها تعدى على شفتيها من الندم وتقول بأس شديد له: لقد اقترفت خطأ جسيما بخيانتي لك. وفي تلك اللحظة نراها أخرجت نصل صغير وتمسكه بيدها وتكمل كلامها وتقول: ولكن من أجل العفو عن السيد الشاب. ثم نرى أنها قد قامت بطعن نفسها وهي تقول لبطلنا: سأفديه بحياتي. ونرى أنها تنزف الدماء ثم تقوم بإلقاء النصل بجانبها وتقول وهي تتألم: هذا الاعتذار يرضيك يا سيد جي، رجاء دع السيد الشاب يذهب. فنرى أن السيد الشاب متأثر جدا مما فعلته شياو ويقول: لا أستطيع التصديق، أنت تخاطرين بحياتك من أجلي، كم أنت امرأة عظيمة يا أخوي عليك وعليها. ونرى أنها تتألم للغاية، فيقول بطلنا لها: ما زلت تصرين على تمثيل دور المرأة الفاضلة أيتها الساقطة إلى النهاية. فتقول له شوان وهي تبدو أنها على وشك الموت: سيدي جي، اصفح عن حياة السيد رجاء. فينظر لها بطلنا بغضب شديد ويقول لها: فلتستمري في الخداع والنفاق كما تريدين، فقد جئت اليوم للانتقام، وبما أنك طعنت نفسك وبت تلفظين أنفاسك بصعوبة شديدة فلن ألوث يدي بحياة عاهرة مثلك، فأنت لا ترتقين للموت على يدي. فنسمع قائد الحرس يقول للخادمة لوي: غريب، لم تتراجع هذه المرأة ولم تتردد مطلقا عندما قررت طعن نفسها، وبفعلها ذلك جعلت من هونج هو الشيطان بدلا منها وأصبحت هي الضحية، يا لخبثها. فنرى الخادمة تتنهد وتقول لقائد الحرس بالطبع أنها ليست امرأة بسيطة مطلقا، وتكمل كلامها وتقول: جرحها عميق، ولو كانت اقترفت خطأ بسيطا وتعمقت أكثر لباتت بحالة مأساوية. لقد استخدمت التلاعب النفسي للتأثير على من حولها، وراهنت أن ذلك سيجعل هونج يصرف انتباهه من عليها، وفي نفس الوقت كسبت صف الجانب الآخر. هذا مذهل حقا. فنرى أن تلك الفتاة تبتسم وتقول لبطلنا: شكرا لك على كرمك يا سيد جي. ثم نرى بطلنا يلتفت ناحية السيد الشاب ويقول له: حان الآن دورك أيها الوغد اللقيط. فنرى أن السيد الشاب يتراجع للخلف وهو خائف بسرعة ويقول: أرجوك لا تؤذني. فيقول له بطلنا: رغم أنك لم تنوي قتلي ولكن أتباعك حاولوا فعل ذلك وقتلي. فبعد سماع السيد الشاب لهذه الكلمات يقوم بالتوسل لبطلنا ويقول له: ارحمني. فنرى بطلنا قد انقض عليه وبدأ في توجيه اللكمات إليه، ونرى أن من شدة تلك اللكمات بدأ السيد الشاب في بسك الدماء من فمه، ويقول له بطلنا وهو مستمر في ضربه وبغضب: سأضربك 10 لكمات، وإذا نجوت منها فهذا يعني أنه قدر لك العيش ليوم آخر. ونراه يستمر في ضربه. وفي ذلك الوقت نسمع قائد الحرس يقول: هونج قاتل كثيرا إلى الآن، وعلى الرغم من ذلك لا يبدو عليه التعب مطلقا. فتقول الخادمة لقائد الحرس: ألم تسمع أنه قد تم قطع ذراعه، وها هي الآن بحالة جيدة للغاية، لابد أنه يمتلك تقنية جسدية عظيمة. وفي هذه الأثناء نرى بطلنا مستمرا في توجيه اللكمات للسيد الشاب. فتكمل الخادمة كلامها وهي تنظر إلى جي الذي يبدو أنه قد حط وجه السيد الشاب وتقول بتوتر: لكن سيد عائلة لينغ وسيدنا كلاهما بنفس المرتبة، وإذا وقفنا مكتوفي الأيدي دون أن نفعل أي شيء. فتقول السيدة الصغيرة لها: لا بأس، فعائلتنا ليست من نفس الجانب أيضا، وبالإضافة إلى أن هونج لديه السبب الكافي لضربهم فلذا لا يهم الأمر، وإذا قام بقتلهم فسمى الكثير منهم في الممالك السبع على أي حال. ونرى أن بطلنا لا زال مستمرا في توجيه اللكمات 10 إلى السيد الشاب، وبعد أن انتهى يقوم بالنهوض من فوقه وهو يقول: القصاص حق، ورد الجميل بقدر ما نلت، وانتقم بقدر ما أزيد فحسب. فنسمع السيدة الشابة تقول: هونج ليس قويا فقط ولكنه شاب شجاع لا يفرط بحقه مطلقا. فتقول لها الخادمة بجدية: يبدو أنه حظ على اهتمامك. ونرى أن السيد الشاب قد تم سحقه بالفعل. ونرى تلك الفتاة شوان تقوم بالزحف ناحيته وهي تنده باسمه وتقول له: سيدي الشاب. فيقول
بطنة لهم بغضب: صرنا متساوين الآن، إذا أردتم مواصلة الحياة فاغربوا عن وجهي. فنرى بطنة يلتفت ناحية السيدة الصغيرة ويقول: آمل أنني لم أرهب الفتاة الصغيرة التي كانت تحب الاستماع إلى رواياتي. ثم نسمع صوت قائد الحرس يصرخ عليه ويقول له: هونج احترس. ونرى أن شخصا ما يقوم بالهجوم على بطنة بسلاح طائر، فعندما يحاول جي التصدي لهذا السلاح نرى أنه قد تم دفعه بعيدا، ومن شدة ذلك الهجوم لقد تحطم ذراعه، ويقول في نفسه: ما هذا الجنون؟ هذا السلاح حطم ذراعي فور ملامسته لها. ونرى ينظر إلى ذلك الشخص ويقول: لا يمكنني هزيمة هذا الرجل. الذي نراه يقوم بالصراخ على بطنة ويقول له: كيف تجرؤ على أذية سيدنا الشاب؟ ثم يقوم بالصراخ على من تبقى من الأتباع ويقول له: ماذا تنتظرون أيها الأوغاد؟ قوموا بإطعام سيدنا الشاب الدواء على الفور حتى لا تتضرر مسارات طاقته ويتعافى جسده بسرعة. فيقومون بالرد عليه وهم يصرخون: حسنا، سنفعل ذلك أيها المضيف جاو. ويقول أحدهم: لقد وصل المضيف جاو، صرنا بأمان. ويصرخ عليه آخر ويقول: يا سيد جاو، قم بإسقاط هذا المتوحش اللعين. ثم نرى جاو ينظر إلى تلك الفتاة شوان الملقاة على الأرض ويقول لها: هل أنت المحظية الجديدة التي اختارها سيدنا الشاب؟ اذهبي واعتني به، وإذا حدث شيئا له فستموتين. فتقول له بصعوبة: أمرك سأفعل ذلك. فيقول لها: حسنا إذن. ثم نراه يلتفت ناحية بطنة ويقوم بالسير ناحيته ويسارع في الهجوم عليه، وهو يقول لهم: سأقضي الآن على الجاني. ونراه يوجه هجوم ناحية بطنة جي باستخدام سلاحه الطائر. فنرى بطنة ينظر إليه ولا يعلم ماذا يفعل، ولكن في تلك اللحظة يتدخل قائد الحرس ويقوم بإمساك ذلك السلاح بيديه العاريتين فقط، ويقول للمضيف جاو: لا تفهمني خطأ، فأنا لا أريد إنقاذه ولكنني أتبع أمر السيدة الشابة فقط. ثم نرى قائد الحرس يبتسم ويقول لجاو بحماس، بالإضافة إلى أنني اشتعلت حماسة من مشاهدته وهو يقاتل: هيا قاتلني بكل ما لديك. فنرى جاو متفاجئ ويقوم بمهاجمة قائد الحرس وهو يقول له: ماذا؟ فنرى أن قائد الحرس تصدى الهجوم ويقول له: هجومك ضعيف للغاية، حسنا، حان دوري للهجوم. ونرى أنه بدأ باستخدام مهاراته، ونلاحظ أن هناك طاقة بدأت تغلف ذراعه وتتخذ شكل فأس، ويصرخ على جو وهو يقول اسم تلك المهارة: مهارة تجسيد السلاح المدفعي الشكل الأول، الفأس المحطم. ويقوم بضرب جو الذي نراه تصدى لهجوم قائد الحرس باستخدام سلاحه بصعوبة شديدة للغاية، مما أدى إلى دفعه بعيدا لدرجة أنه من شدة الهجوم قام بتحطيم الجدار الذي خلفه. فنراه يحاول أن يستعيد توازنه وهو يقول لقائد الحرس وهو متفاجئ: ماذا؟ تجسيد السلاح المدفعي، الفأس المحطم، أنت وي باي. قائد الحرس في قصر شانغ محارب من المستوى الخامس من مرحلة ختم الأرض، فيقول له قائد الحرس بكل فخر: أجل أنا هو، وأنت مضيف عائلة لينغ أليس كذلك؟ فلماذا أنت بهذا الضعف؟ فيقول له ذلك المضيف جاو بغضب: إذا كنت ترغب في القتال فلا مانع لدي من إظهار كامل قوتي ضدك، ولكن عندما نلتقي المرة القادمة. أما الآن أستمنعني حقا من أخذ الجاني الذي قام بالتعدي على سيد الشاب؟ فنرى قائد الحرس يضع يده على كتف بطنة ويقول له: جاني، كفاك هراء، فهذا الشاب هو تلميذ بعائلتنا، وماذا لو قام بقتل بعض التابعين؟ فوفقا للقوانين يمكننا التعويض عن ذلك بإعطائكم بعض الماشية، فلما تودي إثارة المشاكل؟ فنرى بطلنا ينظر باستغراب إلى قائد الحرس ويقول في نفسه: تلميذ وحياة ماشية؟ هل الماشية في هذا العصر بنفس قيمة حياة العبيد؟ ثم نرى أن ذلك المضيف بدأ في الصراخ بغضب على قائد الحرس وي باي ويقول له: لا تحاول تغيير الموضوع وأجبني، لماذا يحاول تلميذ من عائلتكم قتل سيدنا الشاب؟ ونرى أن الخادمة تقول للسيدة الشابة في تلك الأثناء: سيدتي، حتى لو قلنا أن هونج هو تلميذ لعائلتنا فهو في النهاية لا يزال مجرد شخص عادي إذا ما قارناه مع السيد الشاب لعائلة لينغ، ومن الخطأ أن يهاجم نبيلا مثله. فنرى السيدة الشابة تفكر في كلام لوي وتقول لها: أنت معك حق، دعيني أفكر في حجة ما. ونرى أن ذلك المضيف لا زال يصرخ على قائد الحرس ويقول له: لأن سيد عائلتك ذا شأن كبير، هذا لا يعني أنكم تستطيعين فعل ما تريدون. فنرى قائد الحرس مستاء من سماع كلامه ويقول بطلنا في نفسه: يبدو أنني أوقعتهم في مأزق كبير. ثم يقول بطلنا جي لقائد الحرس لو باي: لا تقلق، ستولى الأمر. ويكمل كلامه في نفسه ويقول: أنا ممتن للغاية لحمايتهم لي، ولكن علي التحرك الآن، فلا أطيق أن أكون عالة على أي شخص. وفجأة يقاطعهم صوت صراخ وبكاء السيدة الشابة وهي تقول للخادمة: كيف يفترض بي الزواج الآن؟ فيلتفت ناحيتها بطلنا وقائد الحرس بسرعة ليرى أن السيدة الشابة تبكي في حضن الخادمة لوي وتقول وهي تستمر في البكاء: لقد اعتدى علي السيد الشاب لعائلة لينغ. فنرى الخادمة متفاجئة من سماع تلك الكلمات، ثم تقول للسيدة الشابة: سيدتي، حتى لو أردت إنقاذ هونج لا تضري بسمعتك من أجل ذلك. فتهمس لها السيدة الشابة وتقول لها بوجه غاضب: تبا للسمعة، لقد أخرجت الأمر من فمي بالفعل، لذا واكبيني. وتكمل تمثيلها وتلتفت ناحيتهم وتقول للمضيف جاو: كان سيدك الشاب ينظر لي بنظرات
نظرات مريبة ويسيل لعابه وهو ينظر إلى مفاتني. ونرى أن الخادمة متفاجئة مما تسمع وتقول في نفسها: أي مفاتن؟ فأنت مسطحة بالفعل يا سيدتي. فيقاطع كلام السيدة الشابة المضيف جاء ويقول لها: ألا تسيء إلى سمعة سيدنا الشاب؟ فتكمل السيدة الشابة بكائها وترتمي في حضن الخادمة وهي تقول له إنه يدافع عن سيده الشاب بكل جحود: أود الموت حقا. فنرى أن الخادمة لوي تقول لسيدتها: تحملي يا سيدتي فقلبي ينفطر معك. وتقوم بالصراخ على المضيف وهي منفعلة وتقول له: طالما كانت سيدتنا الشابة ظاهرة لم تلطخ أو تمس بأي سوء، ولكن سيدكم الشاب تجرأ على تدنيسها. وتتابع القول بجدية المضيف جاء وكان التلميذ هونج يحمي شرف سيدته فقط أكونه شجاعا وشهما جريمة. ونرى ملامح البراءة على وجه السيدة الشابة. ونلاحظ أيضا أن الخادمة قد تمادت في الكلام وتكمل وتقول للمضيف: خذ سيدك الشاب بعيدا واغرب عن هنا، وإذا تجرأت عن التحدث عن هذا الأمر وألحاق الضرر بسمعة سيدتنا الشابة فسيرفع سيد عائلتنا الأمر إلى الإمبراطور. فنرى قائد الحرس وبطننا مذهولين من أداء لوي المثالي. ويقول قائد الحرس: مذهل، لوي تتقن الدور جيدا حقا. ثم نسمع المضيف جاو يقول لأتباعه: خذوا سيدنا الشاب إلى المشفى، سنناقش هذا الأمر لاحقا. فيقول له أحدهم: وماذا عن هذه المرأة؟ فيقول له: خذها معكم، يبدو أن السيد الشاب يفضلها كثيرا. وأثناء ذهابهم نرى شوان تقوم بالنظر إلى بطنة وهي تبدو مرعوبة للغاية. فيقول لها بطنة وهو ينظر إليها: ادعي ألا تظهري أمامي مجددا. ففي تلك الأثناء يسمع صوت السيدة الشابة وهي تقول له: قد لا تكون شخصا جيدا ولكنها ذا إرادة حديدية. فعندما ينظر إليها بطنة تقول له وهي تبتسم: هونج، هل انتهيت من تحصيل ديونك؟ ونرى أن الخادمة لوي في حالة بؤس شديد. فيقول لها بطنة: نعم وشكرا جزيلا على المساعدة. فتقول له السيدة الشابة: رائع، أنت الآن مدينا لي، أليس كذلك؟ عائلتي تبحث عن تلميذ يعمل كمضيف لديها، ونحن لسنا متعنتين في طلباتنا. فشخص بالمستوى الأول لمرحلة ختم الأرض سيفي بالغرض بالتأكيد. فيقول لها بطنة: ولكن لابد أن يكون ذلك الشخص بإمكانه قص الروايات، صحيح؟ صحيح. فنرى أن السيدة الشابة تمد يدها ناحية بطنة وتقول له: إذا ما رأيك أتود الانضمام إلينا؟ فيقوم جيب الإمساك بيده ويقول لها: بالتأكيد. ويقول في نفسه: بالتأكيد، فأنا لا أملك مأوى أو مال على أي حال. ويكمل كلامه ويقول لها: بالمناسبة ما خطب الخادمة لوي؟ فتقول له السيدة الشاب أنها تعاني من مشاكل مع الكذب، فعندما تكذب تنسى نفسها وتجيد الكذب بكل صدق، ولكن عندما يستيقظ ضميرها تظل تبكي. لا تقلق عليها، ستهدأ قريبا. ونرى أن لوي مستمر في البكاء. ونرى أنهم قد ذهبوا إلى مدينة يونغ التي تعرف أيضا باسم مدينة الأنهار لكثرة الأنهار بها، وكانت عاصمة مملكة شين قبل بضعة قرون. ونرى بطلنا يقول: أخيرا وصلنا إلى مدينة يونغ، مملكة شين حقا مشرقة كالشمس. وبعد مرور 7 أيام نرى بطلنا متواجد في قصر عائلة شانغ، ولا يفعل شيء لمدة 7 أيام إلا رواية القصص للمتواجدين معه في القصر. ويقول في نفسه: لم أصبح مضيفا ريثما وصلت إلى قصر شانغ، فقد طلب مني الانتظار حتى يعقد حفل تخرج العسكريين الصغار. وأخبرتني الأنسة شانغ لي أنها ستوفر لي المسكن والطعام حتى لو لم يتم قبولي كمضيف للعائلة، ولكنني أرغب في أن أكون مضيفا لقصر شانغ. ونرى أن بطلنا لا يزال يقوم بقص الحكايات والروايات إلى الأشخاص المتواجدين بالمكان. ثم نرى أن هؤلاء الأشخاص يقومون بمنادات بطلنا بهونج. فيقول بطلنا جي لهم وهو محبط: كم مرة أخبرتكم ألا تناديني بهونج؟ ويقول في نفسه: لأن هذا العصر يتبع نظام التسلسل الهرمي، وأنا مجرد شاب ضال متوحش حاليا، ورتبتي أقل حتى من رتبة العبد والماشية. فحياة العبد لا تزال تساوي بضعة من الماشية، ولكن من الممكن قتل الشخص المتوحش دون تلقي أي عواقب. ويكمل في نفسه ويقول: إذا أردت أن أصبح مواطنا بهذا العصر فيتعين علي أولا أن أصبح تابع، وبهذه الطريقة لن يتمكن أي أحد من قتلي بدون رادع. ثم يقاطع تفكير حضور وي باي إلى المكان وهو يدخل الساحة عليهم. فنرى الجميع ينظرون نحوه. فيقول قائد الحرس وي باي لهم: تجاوزت الساعة الظهيرة، لذا عودوا إلى العمل. ونرى أن الأشخاص الذين كانوا يستمعون لقصص بطلنا جي يقومون بالرحيل. وأثناء ذلك يقول جي في نفسه وهو يودعهم: متى ستنتهي هذه الأيام المملة؟ أود السعي نحو القمة. فيقول له قائد الحرس: بالمناسبة لدي أخبار جيدة لك يا هونج، سيتم عقد حفل تخرج العسكريين الصغار غدا. فنرى بطلنا فرح للغاية ويقول لقائد الحرس بحماسة: حقا هذا رائع جدا، ونعلم أنه في عصر الخراب والدمار للممالك السبع المتحاربة كان حفل تخرج العسكريين الصغار هو الحفل الذي يكون فيه
فيها النبلاء بتجنيد تابعين جدد لهم، وبشكل عام لا يجوز سوى لسيد العائلة أن يترأس هذا الحفل، ولكن نظرا لظروف خاصة يجوز للابن أو الابنة الكبرى من الزوجة الرسمية أيضا أن تترأس هذا الحفل بالنيابة عن سيد العائلة. ونرى أن جميعهم يجلسون منتظرين سيد القصر، ولكننا نرى أن السيدة الصغيرة هي التي قد قدمت وتحمل في يدها ختم العائلة، وتقول لهم اليوم أنا الابنة الكبرى والخليفة القادمة لعائلة شانغ الشامخة، أحمل ختم العائلة بالنيابة عن والدي. فيقول بطلنا في نفسه الآنسة شانغ لي تبدو وكأنها شخص مختلف تماما اليوم، وتكمل كلامها وتقول كل مضيف ينتظر من سيده فهم موهبته ليوكله بمهام تناسبه، وأن يعامله باحترام بغض النظر عن خلفيته وأصوله. فينظر لهم جي ويقول في نفسه الجميع يبدون جادين جدا، وتقاطع السيدة الشابة تفكيره وهي تقترب منه وتقول فعلى سبيل المثال جي تشينغ شاب بلا خلفية ولكنه جريء وشهم وموهوب. فيقول بطلنا في نفسه ما هذا التملق إنه يثير قلقي. ثم نرى أن السيدة تقوم بتقديم التحية له وهي تقول له أدعوك بكل الاحترام من أجل الانضمام إلى قصر شانغ لزيادة قوته دون الحاجة إلى القلق بشأن الطعام والمال. فنرى بطلنا متفاجئ فيقترب منه قائد الحرس ويقول له فيما بينهم هونج إنها تسألك إذا كنت ترغب في أن تكون مضيفا لدى القصر. فيقول بطلنا بسرعة دون أن يفكر حتى أجل بالطبع. فتقول له الخادمة أنت تفسد الحفل بهذا التعبير، يجب أن تقول وتقوم بإخباره ما يجب أن يفعل. فيقول جيل الخادمة وهو متفاجئ حسنا سأحاول مجددا. فنرى أن السيدة الشابة تقول لا بأس، فبما أنك وافقت أرجو منك الصعود إلى الأعلى لفحص دمك. ونرى أن أمامها صدفت سلحفاة وخنجر وختم العائلة، وتبتسم وتقوم بالإشارة له وتقول له تعالى إلى هنا، وهي ممسكة بالخنجر في يدها، وتقول له وهي تمزح تعالى هنا لأريك بعضا من دمائك، وتبتسم. فنرى بطلنا خائف ومتفاجئ ويقول لها ماذا، ثم يقوم بالذهاب ناحيتها وهو يقول في نفسه هذه المنصة الخشبية هي منصة تل الولاء، والآن لما تودي مني بعض الدماء؟ وهو يبدو في حيرة من أمره. فتقول له السيدة الشابة وهي تمسك ذلك الخنجر وتعطيه له ضع بضعا من دمائك على تلك الصدفة. فيقول جي لها نعم. ونراه يقوم بأخذ الخنجر منها ويمسكه وهو ينظر إلى الصدفة ويقول في نفسه يا لها من صدفة سلحفاة كبير، يا ترى ما كمية الدم التي يجب علي أن أضعه عليها؟ فتقوم السيدة الشابة بصفعه على ظهره وهي تقول له هيا عجل أود منك بعض الدماء فقط، لما أنت متوتر هكذا؟ فنرى أنه بسبب صفعة السيدة الشابة قد قام بقطع يده ونزف الكثير من الدماء. فتقول السيدة الشابة له وهي متفاجئة ما هذا كله؟ لقد كنت أود منك قطرة دم واحدة فقط. فيكون بطلنا بالصراخ عليها ويقول لها لما لم تقولي ذلك مبكرا؟ ثم نراه ممسك بمعصمه ليمنع تدفق الدم ويقول لها حسنا ما اختبار الدم هذا؟ فتقول له السيدة الشابة هذا لأجل اختبار موهبتك بالطبع. فيقول بطلنا في نفسه لما منذ وصولي إلى هذا العالم أستمر في تقطيع وإصابة نفسي وسفك دمائي بلا هدف؟ ويقول له وهو متفاجئ ماذا موهبة؟ فنرى أن السيدة الشابة مصدومة وتقول له كيف وصلت إلى المستوى الأول من مرحلة ختم الأرض دون أن تعرف شيئا كهذا؟ وتقول له مرحلة ختم الأرض بها 9 مستويات، ثم يلي ذلك مرحلة السماء العميق يوجد بها 3 مستويات. ودعنا نركز على مرحلة ختم الأرض الآن. يمكنك التفكير بها على أنها عبارة عن 9 سلاسل تقيد جسم الإنسان، والسبب وراء تعلمنا للفنون القتالية هو التحرر من قيود أجسادنا، ولكن لا يوجد شيء يمكننا فعله بأيدينا العاريتين فقط. فلا يمكننا تحطيم أختام الأرض إلا بتحويل طاقة دمائنا لشفرات وتجسيدها على هيئة سلاح، وتتفاوت قوة الأسلحة بناء على موهبة المرء. فإذا كان موهبة المرء جيدة يمكن له أن يصبح خبيرا مهيبا، وإذا كانت الموهبة ضعيفة فمن المحال له أن يصير ذا شأن كبير. بمعنى آخر ما يمكن للمرء تحقيقه في حياته يعتمد تماما على مدى موهبته وسلالة دمه. باختصار إذا كانت موهبتك جيدة ستتحسن بسرعة وسهولة، وإذا كانت موهبتك ضعيفة فستتحسن ببطء وبصعوبة، أو من الممكن ألا تتحسن على الإطلاق. فنرى بطلنا يبدو أنه لم يفهم الأمر جيدا، فيقول لها يمكن تحديد موهبة الشخص من خلال فحص دمه فقط، كم هذا غريب. ثم نرى أن السيدة الشابة تمسك بيد جي وتقول له هونج أعتقد أنك ستفاجئ الجميع بموهبتك، انظر جرحك شفي في وقت قصير جدا، وأنت في المستوى الأول فقط من مرحلة ختم الأرض ولم تمارس فنون القتال من قبل، وعلى الرغم من ذلك تمتلك قدرة شفاء مهيبة. أتعرف ماذا يعني هذا؟ فنرى بطلنا قد توتر للغاية ويقول في نفسه محال هل هناك سجلات عن عظام شياو بهذا العصر والعالم؟ فتكمل السيدة الشابة كلامها وتقول له بجدية لقد بحثت في الكتب ورأيت أنه على الرغم من أن بنية جسدك نادرة إلا أنها وردت في الكتب وعرفت من قبل، ويطلق عليها بنية جسد تاي سو.
فتكمل السيدة الشابة كلامها لبطنة بجدية وتقول له: وفقا للكتب فإن أولئك الذين يملكون البنية الجسدية لتايسو يولدون بالقدرات على تحويل طاقة الدم إلى قوة الشفاء، وكلما قاتلوا صاروا أكثر استبدادا، ومع ذلك كان عليك أن تحد من استخدام أسلوب القتال الجامح في ذلك اليوم، فحتى بنية تايسو لها حدود، فلو أصبت بشدة كنت لستلقى حتفك. فنرى بطنة يفكر يقول في نفسه: البنية الجسدية لتايسو يمكن اعتبارها نسخة رديئة للغاية من عظام شياو الأسطورية. وتكمل السيدة الشابة وتقول له أثناء حديثه مع نفسه: تنقسم المواهب إلى 4 فئات: فئة التنين وهي الدرجة الأولى، ثم العنقاء تأتي بالمرتبة الثانية، وبعد إذ يأتي النمر بالمرتبة الثالثة، وسمى المرتبة الأدنى وهي مرتبة الحصان. وتكمل كلامها وتقول له: فمعظم الناس الذين يمتلكون موهبة الحصان هم ضعفاء وهزلون للغاية، ويورثون هذا الضعف إلى أحفادهم، مما يجعل من المحال عليهم فتح جميع المستويات ال9 لمرحلة ختم الأرض، وفقط أولئك الذين لديهم موهبة النمر لديهم فرصة للنضال لفتح جميع المستويات ال9. أما أولئك الذين بموهبة العنقاء أو التنين يمكنهم الوصول إلى المستويات ال3 لمرحلة السماء العميقة، ولكن هاتين الموهبتين نادرتين جدا. فنرى بطنة يستمع لكلامها بحرص، وتكمل كلامها له وتقول له وهي تبتسم: ولكن بما أنك تمتلك بنية تايسو الجسدية فأنا أراهن على أنك تمتلك موهبة العنقاء على الأقل. ونرى بطنة متوتر ويشك في نفسه، ثم نراها تنظر بجدية إلى الصدفة وتقول: حان الوقت تقريبا لنرى. وتقوم بالصراخ وهي متفاجئة وتقول: ماذا أنت في الواقع؟ فنرى بطنة متوتر للغاية ويقول لها: إذا ما النتيجة؟ فتقول وهي تضع يديها على فمها بتوتر رائع، ثم تقوم بالإشارة للوي وقائد الحرس وتقول لهم: تعالوا وانظروا لهذا، فربما لم تعد عيناي قادرة على الرؤية بسبب سهري في الآونة الأخيرة. فنراهم يركضون نحوها، وتقول الخادمة لها: تبدين متحمسة للغاية يا سيدتي الشابة، أيملك موهبة العنقاء أم ماذا؟ ويقول قائد الحرس: يبدو أننا حصلنا على كنز هذه المرة. ونرى أن بطننا يشعر بسعادة غامرة ويقول: أنا موهوب للغاية؟ كنت أعلم ذلك لطالما كان أبطال الإيسيكاي محظوظين بالفعل. ونرى أن الأشخاص المتواجدين في المكان يقولون فيما بينهم: ما هي النتيجة؟ ويقول شخص آخر: هل موهبته أفضل من موهبة المضيف وي؟ فهو يملك موهبة النمر. ويقول آخر: أوه، حتى سيدتنا الشابة قالت أنه يتمتع بجسد تايسو، فربما يتمتع بموهبة العنقاء، أو ربما موهبته أفضل من ذلك. ثم نرى أن السيدة الشابة وقائد الحرس والخادمة لوي ملتفين حول الصدفة وينظرون لها باستغراب، وينظر لهم بطن أيضا وهو متعجب، ثم يقومون بالنظر إلى بطن ويقولون له بنفس واحد: رائع. فنرى بطن متعجب ويقول في نفسه: لماذا تبدون جميعا متحمسين للغاية؟ أنا موهوب بشكل جنوني؟ فنراهم محبطين جدا. وتقول السيدة الشابة له: موهبتك لا تنتمي لأي من الفئات الأربعة أصلا، هونج موهبتك فريدة من نوعها. فيقول بطن في نفسه وفي غاية السعادة والحماس: أنا موهبتي فريدة من نوعها؟ هل موهبتي أفضل من فئة التنين؟ أملك موهبة خارقة؟ وتقاطعه وتقول له: موهبتك في الرتبة الخامسة. ونرى أن الشكل المتواجد على صدفة السلحفاة هو رمز لنملة، وتقول له السيدة الشابة: أنت تمتلك موهبة النملة. فنرى بطنة قد صدم صدمة شديدة ويقول لها: ماذا، نملة؟ ثم تقوم السيدة الشابة بالقول للحضور: انتهى الحفل ويمكنكم جميعا العودة الآن. وأثناء عودة الجميع يقولون فيما بينهم: أدنى موهبة؟ لقد مر وقت طويل منذ أن سمعت عن شخص حاز على هذه الموهبة الضعيفة. ويقول آخر: بالطبع، فيصعب أن تجد واحدا من بين 100,000 شخص يتمتع بهذه الموهبة. ويقول آخر: سمعت أن هؤلاء الذين لديهم هذه الموهبة حتى لو تدربوا طوال حياتهم سيصلون فقط إلى المستوى الثالث من مرحلة ختم الأرض على الأكثر، مستقبله تدمر تماما، يا له من يائس. فيقول وهو محرج: ويقول في نفسه: هذا كل ما في الأمر، أنا في الواقع أضعف من بهذا العالم. ثم نراه ينظر إلى الصور الذي على يده ويكمل كلامه في نفسه ويقول: حالفني الحظ بالحصول على عظم شياو الأسطوري، منحني المتصل الغامض ذلك الصور ويوجد به عظمة الخلود، ثم منحني أسوأ موهبة. ثم نراه يقوم بالسير وهو يقول: المستوى الثالث من مرحلة ختم الأرض، ضاع مستقبلي، لكنني لن أرضخ لهذا وسأسطر اسمي بالنور في ظلام هذا العالم اللعين. ونرى أن السيدة الشابة تقوم بالمغادرة ويقوم برفقتها مجموعة من الشيوخ. فيقول أحدهم: سيدتي الشابة، لقد أساء هذا الشاب إلى عائلة لينغ، لو كان موهوبا لأعناه ولكنه حسالة. ويقول لها شيخ آخر: رجاء أعيد النظر في قرارك. فتقاطعهم السيدة الشاب وتقوم بالإشارة بيدها لمنعهم من التحدث وتقول لهم: علمني والدي أن الوعد لابد أن يتم الإيفاء به، وبما أنني وعدته بضمه لقصرنا فلن أبدل كلامي مطلقا تحت أي ظروف، حتى لو صار العالم كله ضدي. فنرى أن الشيوخ متفاجئون
متفاجئين من كلامها ويركضون خلفها محاولين إقناعها، ولكنها مصرة على رأيها ومتمسكة بكلماتها وتتركهم وتغادر بسرعة، ونراهم يركضون خلفها وهي تقول لهم لقد اتخذت قراري. وفي هذه الأثناء نرى أن صدفة السلحفاة الموجودة على الطاولة يحدث بها شيء، ونرى أن العلامة تبتدي في التمدد وتأخذ شكل غريب، وبدأت في التلاشي ثم تحطمت الصدفة بالكامل من قوة تلك العلامة. وفي اليوم التالي نرى قائد الحرس يوجد أمامه 3 مهارات، ويبدأ في القول. تنقسم تقنيات فنون القتال إلى 4 رتب: الملكي، السيادي، الرئيسية، العسكرية. وفقط العائلات الملكية يمكنها ممارسة تقنيات فنون القتال من الدرجة الملكية، ثم الأسياد ال3 والوزراء ال9 يمكنهم ممارسة التقنيات من الدرجة السيادية، ثم تأتي العائلات النبيلة فقط ويمكنها ممارسة التقنيات من الدرجة الرئيسية. وأخيرا التقنيات العسكرية من الدرجة الأولى متاحة لعامة الناس بداء من المسؤولين المحليين وحتى المواطنين العاديين. ونرى أن قائد الحارس جالس في الغرفة ويوجد أمامه بطنة وبجانبه السيدة الشابة وخادمته تتناول الطعام، ثم يوجه كلامه لبطنة ويقول له: وهذا أيضا ما نمارسه في قصر شانغ. فيقول له بطنة وهو يفكر: أليس السيد شانغ هو نائب المستشار الأعظم وهو مسؤول رفيع المستوى؟ فلماذا حصل على أدنى مستوى من تقنيات فنون القتال؟ فيقول له قائد الحرس: في مملكة تشين العظيمة لا يجوز منح لقب النبلاء إلا لأولئك الذين حققوا إنجازات عسكرية، وسيدنا مجرد موظف مدني وقد تمت ترقيته على غير العادة. فعلى الرغم من أنه يتمتع بسلطة عظيمة إلا أن عائلته تفتقر إلى الإرث مقارنة بالعائلات النبيلة الحقيقية. فنرى السيدة الشابة تقول له أثناء تناولها للكعك: كن راضيا بما تحصل عليه. فعلى الرغم من أننا نمتلك فقط فنون قتالية من الدرجة العسكرية إلا أنها غير متدنية لتلك الدرجة وآمنة للممارسة. ثم نراها تمضغ الطعام وتقول: ففنوننا القتالية أفضل بكثير من تلك الفنون القتالية الرئيسية الغير مكتملة. ويكمل حديثها قائد الحرس ويقول له: لدينا 3 تقنيات للفنون القتالية، وهي لكمة الصقر وضربة الثعبان المتعرج واللكمة الثاقبة، وكل منها له إيجابياته، ويمكن إتقان جميع هذه المهارات خلال المستويات ال3 الأولى من مرحلة ختم الأرض، فهي مثالية بالنسبة لك. أي واحدة منها تفضل؟ فنرى بطلنا يمسك لفيفة التقنية في يده، ثم تذكر قائد الحرس عندما واجه مضيف العائلة جاو وقام بالإطاحة به باستخدام تقنية ما. فيقول له بطلنا: عندي سؤال ما هو الأقوى، سلاحك المدفع الجسدي أم هذه التقنيات ال3؟ فيقوم قائد الحرس بالصراخ عليه ويقول له: اسم التقنية هو مدفع تجسيد السلاح. ويقول له بجدية ويقوم بشرح الموقف له ويقول: أنت ذكي أليس كذلك؟ أن تقنية تجسيد السلاح هي تقنية استخرجها المستشار الأعظم من بقايا قديمة وقام بتعديلها، إنها قوية وعنيفة ولا تقهر، حيث يتدرب جسدك ليصبح سلاحا في حد ذاته. إنها تقريبا واحدة من أفضل التقنيات العسكرية الموجودة، ولكن كلما كانت التقنية أقوى كلما كانت متطلباتها للطاقة وجودة الدم أكثر صرامة. إذا كنت تريد إتقانها فيجب أن تكون طاقتك ودمك بالمستوى الخامس من مرحلة ختم الأرض على الأقل. فنرى بطلنا متعجب ويقول له وهو محبط: أيتوقف إتقان الفنون القتالية على جودة الطاقة والدم أيضا؟ فنرى قائد الحرس ويتنهد ويضع يده على رأسه ويقول له: دعني أشرح لك العلاقة بين مرحلة ختم الأرض وطاقتك ودمك. المستويات العديدة لمرحلة ختم الأرض هي قيود وفرص، فعندما تتدرب على فنون القتال فإنك بذلك تعزز طاقتك ودمك فحسب، وعندما تكسر كل أختام الأرض فإن طاقتك ودمك سيتم تحسينهما بشكل لا يصدق، وستتحسن جودتهما وستشعر وكأنك ولدت من جديد، وتصبح طاقتك ودمك نقيان بشكل مختلف. فعندها يمكنك الدخول إلى مرحلة السماء العميقة وتحقيق أمور مهيبة. فيقول له بطلنا باستخفاف: ولكنني نملة. فينظر له قائد الحرس بجدية ويقول: يطلق على الموهبة الخامسة اسم رتبة النملة لأنك تمتلك 3 أختام أرضية فقط بداخلك، وبهذا جسدك غير مكتمل بطبيعته. فحتى أولئك الذين لديهم موهبة الحصان من الرتبة الرابعة لديهم فرصة ضئيلة للغاية تكاد تكون مستحيلة لفتح الأختام الأرضية ال9 والتحول. أعلم إنها ضئيلة جدا ولكن لديهم فرصة. ولكن أولئك الذين يملكون موهبة النملة بغض النظر عن مدى ذكائهم أو مدى سرعتهم في الصقل لن يصلوا إلا إلى المستوى الثالث من مرحلة ختم الأرض. لهذا السبب لا يمكنني تدريبك على مدفع تجسيد السلاح. إن لكمة القرد الثاقبة شرسة وقوية للغاية، فلماذا لا تجربها؟ ولكن لكمة القصر خفيفة ورشيقة، وضربة الثعبان المتعرج غير متوقعة، وكلاهما خياران جيدان أيضا.
وفي تلك الأثناء نرى أن السيدة الشابة تقوم بإمساك الكعك وعلى وشك أن تضعه في صدرها، فتقوم الخادمة بإمساك يدها بغضب شديد وتمنعها من فعل ذلك. فيقول بطلنا لقائد الحرس: يمكنك أن تطلق عليه لقب الحمار العنيد إذا أردت. فنرى أن السيدة الشابة والخادمة قد تفاجأ من كلام بطلنا، ويكمل بطلنا كلامه ويقول لقائد الحرس وهو يصرخ عليه ويبدو أنه عازم على ما يقوله: ولكنني أريد تجربتها، فأريد أن أعرف إلى أي مدى يمكنني أن أصل بموهبتي النملة تلك. فيقول له قائد الحرس بتوتر: هونج، أن إتقان الفنون القتالية يستغرق الكثير من الوقت والطاقة، فلا عودة إلى الوراء إذا اتخذت الطريق الخطأ. فتقاطعهم السيدة الشابة وهي تقول: إنني أستطيع الشعور بروح القتال تنبعث من هونج. فتفاجأ الاثنان من كلامها وينظران لها، فنراها تقول بكل فخر: حليب الماعز له رائحة مريبة وطعمه مقزز، ولكنني ما زلت أشربه كل يوم، ولأنني أعتقد أن بفعل ذلك سأحصل على شخصية مهيبة يوما ما. ثم نراها تقوم بقبض يديها وتقول وهي متحمسة: طالما الإرادة موجودة فهناك سبيل للوصول. ثم تقوم بالإشارة إلى قائد الحرس وهي تقول له: المضيف وي، ابدأ في تعليم هونج تجسيد السلاح من الغد فصاعدا. فيقول له: ولكن سيدتي الشابة. ونرى أن هونج متفاجئ أيضا ويقول: سيدة شانغلي، لقد صرت منفعلة أكثر مني. وينتقل بنا المشهد إلى اليوم التالي في ساحة التدريب، ونسمع قائد الحرس يقول لبطلنا: هونج، هل حفظت الصيغة العامة لمدفع تجسيد السلاح وكيف يتم تفعيله باستخدام طاقة الدم؟ فنرى بطلنا يمسك لفيفة التقنية في يده ويقول له: أجل، وهو يبدو عليه الجدية، ولكنه يقول في نفسه: كل شيء مكتوب بلغة لا أفهمها. ثم نراه يقدم اللفيفة إلى قائد الحرس بتوتر ويقول له: أخي وي، لا أستطيع قراءة شيء. فيقول له قائد الحرس: لا بأس، فلا يوجد الكثير من الأشياء المكتوبة به، وهو في الغالب عبارة عن صور. لقد أعطيتك الدليل بالأمس، لذا لابد أنك حفظت كل شيء حتى الآن، أليس كذلك؟ ثم فجأة يقول له وهو مندهش: مهلا، لا تستطيع القراءة؟ هل أنت أمي؟ كيف من المفترض أن تتعلم فنون القتال إذا كنت لا تستطيع حتى القراءة؟ فيقول له بطلنا بتوتر وهو يضحك: لماذا إذا لا تشرح لي كل شيء؟ فيقول له قائد الحرس وهو منزعج: هذا مزعج، من الأفضل أن تتعلم القراءة قريبا. وبعد ساعتين من شرح قائد الحرس المفاهيم الأساسية لتلك التقنية لبطلنا، يقول له: جفت حنجرتي من كثرة الكلام، بصراحة أنت ذكي جدا بالنسبة لشخص أمي أيها الفتى، فقد فهمت كل شيء على الفور. فنرى بطلنا يضحك ويقول له: شكرا لمساعدتك يا أخي وي. ويقول في نفسه: أنا لست أميا حقا، لكنني لا أستطيع قراءة هذه الأختام الغريبة. فيقاطعه قائد الحرس ويقول له: ولكن حفظك فقط لن يكون كافيا لإتقان تجسيد السلاح، لذا دعني أقدم لك مثالا. ونرى أن قائد الحرس يقوم بتنفيذ تلك التقنية أمام بطلنا وهو يقول له: الفكرة الأساسية وراء هذه التقنية هي استخدام الطاقة والدم لتقوية لحمك وعظامك حتى تصبح كالسلاح. فنرى أن بطلنا يقلد حركاته، ويكمل قائد الحرس كلامه ويقول: وسمى 6 أنماط في المجموع، والتي يتطلب عليك تعلمهم بصبر وبالترتيب. هذا هو النمط الأول. فنرى بطلنا مستمر في تقليده ويقول له: وماذا بعد؟ فنرى أن قائد الحرس يقوم بتجميع الطاقة في يده وهو يقول: أولا دع طاقتك ودمك يتدفقان إلى يدك ودعهما يملأان عروقك، وبذلك ستسمع أصواتا مدوية من عروقك. تذكر أنك ستحتاج إلى عكس تدفق الطاقة والدم بقوة، لذا حافظ على استمرار التدفق بقوة في ذراعك. ونراه يقوم بتحريك ذراعه ويكمل كلامه ويقول: وفي الوقت ذاته ابدأ في تصور الطاقة والدم في ذراعك على شكل فأس عملاق، إنه كبير وثقيل وغير حاد، ولكنه أيضا قوي وعنيف ولا يقهر. ثم نرى أن قائد الحرس يقوم برفع ذراعه إلى الأعلى وهو ينبعث منه طاقة على شكل هيئة فأس، وبمجرد أن تتخذ طاقتك ودمك الشكل الذي تريده ستجد أن ذراعك قادرة على سحق الحجارة والمعادن. ونراه يقوم بضرب وتد خشبي متواجد أمامه ويقوم بتحطيمه إلى أشلاء صغيرة وهو يقول لبطلنا: هذا هو أول أسلوب لتجسيد السلاح، مدفع الفأس المحطمة. فنرى بطلنا مذهول للغاية ويقول: يا إلهي، كان هذا مذهلا. ويقول في نفسه: هذا العالم توجد به فنون قتالية متقدمة حقا، حسنا حتى تحركاتهم غير واقعية. فيقول له قائد الحرس في ذلك الوقت: وضعية التركيز قبل الهجوم ليست ضرورية، ولكن قم بها في البداية لتسهل عليك إتقان المهارة، وبمجرد أن تتقن نمط المهارة جيدا ستتمكن من استخدامها بكل أريحية وبدون أي استعدادات مسبقة. فنرى بطلنا متحمس ويقوم بأخذ وضعية التقنية ويقول له: سأحاول. ونراه قد بدأ في تجميع الطاقة في ذراعه وهو يقول: أولا سأقوم بنقل قوة الطاقة والدم إلى الأوردة في كلا الذراعين، ثم أحافظ على سريان الطاقة وتدفق الدم في الذراعين، والآن علي تخيل أنه سيتحول إلى فأس عملاق. ولكننا نراه يرفع يده إلى الأعلى ويقول في نفسه: ولكنني لا أعلم ما هو شكل الفأس. ويقول: حسنا، سأتخيل أي شيء شبيها. ثم يقول الفأس المحطم ويقوم بضرب الوتد الذي أمامه. فنرى أن زعيم الحرس متفاجئ وسعيدا بالنتيجة التي حققها بطلنا ويقول له: ليس سيئا، فقد تمكنت من تحريك طاقتك ودمك دون أخطاء في محاولتك الأولى. ويقول في نفسه: لا أستطيع تصديق أنه قام بتقسيم الوتد المصنوع من
الخشب والمغلف بالحديد إن طاقته ودمه أقوى من الشخص العادي الذي بقى المستوى الأول من مرحلة ختم الأرض. فنرى بطلنا يتألم بشدة ويقول في نفسه كسرت يدي أليس كذلك؟ فيقول له قائد الحرس الوتد صلب للغاية فقد حطمت عظام يدك أليس كذلك؟ ثم يبدأ بطلنا في الصراخ ويتألم ويقول الوتد صلب للغاية فقد حطمت عظام يدي. فيقول له قائد الحرس بالطبع أنه صلب للغاية فقد تم غمس الوتد المصنوع من الحديد والخشب في زيت التنغ، ولكن انظر فكلتا يدي مصنوعة من لحم وعظام مثلك لذا لا اختلاف بيننا. ويقول في نفسه وهو ينظر إلى يد بطلنا أسرع التعلم ورجاء لامتلاكه بنية تايسو الجسدية أيضا. ويكمل كلامه لبطلنا ويقول له لم تستطع إتقان المهارة لأنك لم تتمكن من تصوير طاقتك ودمك على شكل فأس ولجأت لاستخدام قوتك الغاشمة فقط. فيقول له بطلنا وممسك بيده ولكنني أنا لا أعرف حتى كيف يبدو شكل الفأس. فنرى قائد الحرس ينظر إلى يد بطلنا باستغراب شديد ويقول له إن بنية تايسو الجسدية مذهلة حقا، يدك باتت سليمة ومعافاة في لحظات. ويقول له هو يربط على كتفه أيضا فهمك للفنون القتالية رائع بل وحتى أفضل من فهمي بكثير، ولكن تصور الطاقة والدم وجعلهم على شكل فأس ليس بالأمر السهل، لذا اذهب لزيارة أحد الحرفيين وأحصل على فأس حقيقي ثم قم بدراسة شكله وبنيته حتى تتمكن من تخيله في رأسك على الفور. افعل ذلك قبل أن تبدأ في ممارسة المهارة مجددا، ومن المحتمل أن يستغرق إتقان مهارة الفأس المحطم 2 أو 3 أشهر على الأقل. ثم نرى أن قائد الحرس يغادر ساحة التدريب وهو يودعه ويقول له لذا أرجو المعذرة لدي أشياء أخرى لأفعلها. فيقول بطلنا جي له حسنا سأذهب لأتفقد ورشة الحرفيين. فنرى أن قائد الحرس قد التفت له ويقول له بالمناسبة تلك المهارة تستهلك قدرا كبيرا من الطاقة والدم في كل مرة تمارسها فيها، لذا لا تمارسها أكثر من 3 مرات في اليوم وإلا ستؤذي نفسك. لا تتصرف بتهور لمجرد أنك تمتلك بنية تايسو الجسدية فالإجهاد المفرط سيؤدي إلى انهيار جسدك. فيقول له بطلنا أجل فهمت، وهو يقول في نفسه ممارستها 3 مرات فقط في اليوم أي خالني أحمق. وينتقل بنا المشهد إلى الفناء الخلفي لقصر شانغ ونرى السيدة الشابة وبجانبها الخادمة وي، ويبدو أن السيدة الشابة تتدرب على رماية الأسهم. فتقول لها الخادمة لوي أثناء تدريبها وفقا للأخ وي فإن هونج يتمتع بذكاء شديد في فهم فنون القتال، ولكن من المؤسف أنه يتمتع بموهبة النملة تلك فقط. فتقول لها السيدة الشابة موهبة النملة هذا محال فقد تحطمت قوقعة السلحفاة التي استخدمناها بعد الاختبار ولا يمكن لشخص يتمتع بموهبة النملة أن يفعل ذلك مطلقا. فتقول لها الخادمة وهي متفاجئة اعتقدت أنك دمرتها حتى لا ينشر الخدم الشائعات ويضرون بسمعته. فتقول لها ماذا ولماذا أفعل ذلك؟ ثم نراها تقوم بإطلاق السهم وهي تقول وأيضا ما العيب في امتلاك موهبة النمل؟ فالقوى البشرية محدودة على أي حال ولكن ما دامت إرادته قوية فسيحقق أشياء عظيمة يوما ما. لقد كنت في حالة أسوأ منه عندما كنت طفلة لدرجة أنني كدت أموت من هول ضعفي. فنرى أن الخادمة تقوم بتنشيف وجهها وتقول لها أنت مختلفة فلديك موهبة ممتازة يا سيدتي ولكنك ولدت بطاقة ودم شحيحين. ونراها تقوم بإحضار حليب الماعز للسيدة وهي تقول لها لحسن الحظ توسل سيدنا إلى المستشار الأعظم من أجل منحه طريقة لتنمية الطاقة والدم، وبعد سنوات عديدة من الممارسة أصبحت طاقتك ودمك طبيعيين إلى حد ما. فنرى أن السيدة الشابة تمسك ذلك الحليب وهي مشمئزة للغاية رائحته تشبه رائحة السمك وتقوم بشربه. فنرى أن الخادمة تقوم بتشجيعها وتقول لها أنت مذهلة يا سيدتي الشابة حقا. فتقوم السيدة الشابة بإعطائها كوب الحليب وهي تقول لها لا تذكري تلك التقنية المقرفة أنا أمارسها منذ سنوات عديدة ولكن كل ما أفعله هو تحسين قواتي فقط وفي المقابل جسدي يظل نحيف فقد قلت رشاقتي لدرجة أنني سأسقط إذا دفعني أحد. كما أن اسم هذه المهارة اللعينة يدعى رعاية المحاربين الشجعان ومن الاسم وحده يمكنني معرفة أنها ليست مخصصة للفتيات. ثم نتفاجأ عندما ننظر إلى السور الذي متواجد في ميدان الرماية التي كانت تتدرب فيه الأنسة الشابة ونرى أنها لم تصب هدفها ولكنها قد قامت بتدمير السور الموجود خلفها من شدة رماية سهامها. والخادمة تقول لا أثناء مغادرتها ولكن سيدتي الشابة أسلوب الصقل هذا مهيب للغاية فقد جعل منك وحشا. وبعد مرور عدة أيام نرى بطلنا في حالة يرثى لها ويبدو مرهقا جدا ويتجول في أنحاء المكان وهو يحمل فأسا بين يديه ويقول لا أستطيع التفكير في أي شيء سوى الفؤوس والآن سأذهب في نزهة على الأقدام. وبينما هو في طريقه للخروج من القصر يسمع صوت يقول إلى أين أنت ذاهب يا هونج؟ فيلتفت إلى بطلنا وهو متوتر ويقول الأخ وي سأخذ فأسي للتنزه خارج القصر حتى نتمكن من التقرب أكثر. فيقول له قائد الحرس بغضب هونج لا يمكنك الخروج.
فيقول له بطلنا جي وهو متعجب: ها لما؟ فيكمل كلامه قائد الحرس وهو غاضب ويقول له: نسيت كيف أذللت عائلة لينغ؟ لن يتركوا الأمر يمر هكذا، فقد قالوا إنهم سيقتلونك في اللحظة التي تغادر فيها قصرنا. فنرى بطلنا يؤدي بضع الحركات الرشيقة بفأسه وهو يقول لقائد الحرس: أخبرهم فقط بأن يأتوا إلي فأنا لا أهابهم، سأقوم بتقطيعهم فقط بفأسي. فنرى قائد الحرس قد قام بمهاجمته وإخضاعه وهو يقول له: أنت لا تزال ضعيفا. ونرى أن بطلنا قد تم إمساكه بسهولة ولا يستطيع فعل شيء سوى النظر إلى يد قائد الحرس الذي يكمل كلامه ويقول لبطلنا: ويمكن لمضيفهم جاو قتلك في أقل من 3 حركات فقط. فنرى أن هونج قد تم إخضاعه بالكامل ويقول لقائد الحرس: لقد خدعتني، لقد كان هذا سريعا جدا. ويكمل قائد الحرس كلامه لهونج ويقول له: لا تقلق، لا يمكن لأحد أذيتك ما دمت هنا. فيقول له هونج ويبدو أنه غاضب: متى يمكننا الخروج إذن؟ فيقول له قائد الحرس: عندما تكون على الأقل في قوة المضيف جاو، فيجب عليك أن تتحلى بالصبر، ف7 أو 8 سنوات من التدريب ستكون كفيلة للوصول لقوته. فنرى بطلنا متعجب ويقول: لا يمكنني الخروج من القصر لمدة 7 أو 8 سنوات، ما هذا الهراء؟ ويقول في نفسه: لن أستطيع رؤية العالم الخارجي طوال هذا الوقت حقا، لن أرضخ لذلك مطلقا. وبعد 3 أيام نرى أن بطلنا هونج لا يزال مستمر في تدريباته القاسية من أجل تطوير قوته بسرعة. ونلاحظ أيضا قدوم بعض الأشخاص إليه ويقولون له: هل ستحكي لنا القصص خلال استراحة الغداء اليوم؟ ويقول الآخر له: نحن جميعا ننتظرك لسماع بقية القصص. فيقول لهم هونج وهو يقوم بتدريبه: آسف ولكنني مشغول بالتدريب في الآونة الأخيرة. ويكمل تدريباته وهو يقول في نفسه: قضيت الكثير من الوقت مع فأسي لدرجة أنني أصبحت قادرا على تصورها في أي وقت وفي أي مكان، ولكن المعضلة الحقيقية هي تحويل طاقتي ودمي إلى فأس. لابد وأن كل من يملك فهما جيدا للفنون القتالية قادرا على القيام بذلك على الفور، لذا أظن أنني لست واحدا منهم. ونراه مستمر في التدريب بشدة ويكمل كلامه ويقول: حسنا، ليس لدي خيار سوى أن أفعل هذا بالطريقة الغبية وهي التعلم من الأخطاء، فسأحاول 1000 مرة إذا لزم الأمر لإتقانها. ونراه يصرخ ويقول: النمط الأول من تجسيد السلاح المدفعي الفأس المحطم، ويستمر في تحطيم الأوتاد الخشبية المتواجدة بأكملها. وينظر إلى يده التي تبدو مصابة ويقول: حسب قول قائد الحرس فلا يمكنني فعل هذا إلا 3 مرات في اليوم إذا لم أرغب في إيذاء نفسي، ولكن لا أهتم لذلك مطلقا. ونراه ينظر إلى يده ويقول: سأعمل بجد أكبر للتعويض عن ضعفي، فإذا لم تكن 3 مرات في اليوم كافية فسأكرر ذلك 10 المرات أو 100 المرات في اليوم لو لزم الأمر، ولكنني سأضطر إلى إبقاء الأمر سرا عن الجميع، فأنا لا أريد للآخرين أن يشكوا بكوني وحشا. ونرى لا يزال مستمر في تنفيذ التقنية والتدرب ليلا ونهارا لفترات طويلة جدا على تلك المهارة بلا كلل ولا ملل، لدرجة أنه قد قام بتحطيم جميع الأوتاد الخشبية المتواجدة بساحة التدريب. ونراه ملقى على الأرض ويلفظ أنفاسه بصعوبة شديدة ويقول وهو ينظر إلى صور شياو: عظيم، لا تعمل عظام شياو على شفاء الإصابات الجسدية فحسب، بل يمكنها أيضا استعادة الطاقة والدم، لذا بإمكاني التدريب بقسوة كما يحلو لي. وبعد مرور 5 أيام نرى أن قائد الحرس قد ذهب إلى ساحة التدريب وينظر باستغراب إلى الساحة ويقول: لماذا بدأت الأوتاد في التحطم بسرعة كبيرة في الآونة الأخيرة؟ فقد نفذت كلها تقريبا. ونرى أن هناك العديد من العمال يقومون بتثبيت مجموعة من الأوتاد بدلا من الأوتاد المتهالكة القديمة. ثم يقاطع تفكير قائد الحرس صوت بطلنا جي وهو يقول له: قائد الحرس وي. فيلتفت إليه قائد الحرس ويقول: هونج. فنرى أن هونج قادم باتجاهه ويقول له: لقد أتقنت النمط الأول، لذا رجاء علمني النمط الثاني. فنرى أن قائد الحرس لا يصدق كلماته ويقول له بغضب: يا إلهي، لقد أخبرتك أن فنون القتال يجب أن يتم تعلمها ببطء وبعناية، ولا تحاول أن تقسو على نفسك لتكتسب أكثر مما يمكنك تعلمه. ويقاطعوا حديثهم أيضا العمال المتواجدين في المكان ويقولون لبطلنا: هذا صحيح، لقد بدأت للتو في تعلم النمط الأول. ويقول عمل آخر له: فلا داعي لأن تضر بجسدك، فالأمر لا يستحق كل هذا العناء. فنرى بطلنا غاضب للغاية لعدم تصديقهم له ويقول له: جميعكم تشككون بقدراتي، أليس كذلك؟ أتراهنوني؟ ما رأيكم أن نعقد رهانا؟ ويقوم بالإشارة لنفسه ويقول لهم بكل غرور: إذا انتصرت فستعطينا عشاءكم الليلة، وإذا أنا خسرت فسأعمل لديكم لمدة يوم بالكامل. فنراهم متعجبين من تلك الكلمات ويقول أحدهم: أنه
إنه يمازحنا أليس كذلك؟ ويقول الآخر بغض النظر عن مدى موهبته لن يتمكن من إتقان النمط الأول في وقت قصير كهذا. ثم يقولون له نقبل التحدي، نقبل ذلك الرهان يا هونج، إذا كنت رجلا لا تتراجع عن كلماتك إذا خسرت. فنرى بطلنا يبتسم بخبث وهو يضع يده على فمه. كلما استخدمت عظام شياو زاد شعوري بالجوع، لذا شعرت بالقلق حيال حصولي على الطعام يكفي لإشباع شهواتي. وقعتم جميعا في فخ أيها الحمقى. ثم نرى يضع يده على الوتد وينظر لهم ويقول لهم لقد قمت بالتو بتثبيت هذا الوتد صحيح أليس كذلك؟ إذا فأنتم تعلمون خير العلم بأنني لم أتلاعب به، والآن انظروا إلى سيادتي بحرص. ثم نرى يقول تجسيد السلاح المدفعي ويقول النمط الأول، ونرى أن قائد الحرس والعمال متفاجئين، ويقول قائد الحرس وهو مندهش يا إلهي لقد تمكن من خلق تصوير متقن للفأس العملاق. ونرى أن بطلنا قد قام بتحطيم ذلك الوتد إلى قطع صغيرة. وبعد انتشار هذه الشائعة نرى عدة أشخاص يقولون فيما بينهم أوي سمعت عما حدث، لقد أتقن الشاب الجديد هونج النمط الأول لمهارة تجسيد الأسلحة في أقل من أسبوعين. فيقول له الآخر حقا يا رجل أفعلها، إنه سريع بشكل مخيف. ونرى أن بطلنا جي يتواجد في أرجاء المكان ويسمع كلماتهم. فيقول بطلنا الشائعات التي تدور عني باتت أكثر جنونا حقا، يمكن حتى للحمار إتقان تقنية معينة إذا مارسها آلاف المرات كما فعلت. ثم نراه يقوم بإمساك بسيف في يده وينظر ناحيته وهو يقول أولا الفأس والآن صار سيف، في كل مرة يكبر فيها السلاح، لذا إذا كانت التقنية التالية تتطلب سلاحا أكبر فكيف يفترض بي أن أنام به بين ذراعي؟ ونراه يقول بفضل عظام شياو أستطيع تخطي حدودي الجسدية وأتعالج من كل الإصابات في لمح البصر، لذا أتدرب بكل جهد دون الاقتراص لكم الألم الذي أشعر به. ثم نراه يتذكر تدريباته وتعلمه للشكل الثاني، ونرى أنه يقوم بتنفيذ تلك المهارة على أحد أرجله ويقوم بتدمير الأوتاد الخشبية. وهو يتذكر تعليم قائد الحرس ويقول أرسل دمك وطاقتك إلى القدم وتصور سيفا ثم أسحق به الوتد بأرجحة خفيفة للقدم. لقد استغرق الأمر مني أقل من 3 أسابيع حتى أبدأ في استيعاب النمط الثاني ركلة السيف لمهارة تجسيد السلاح. ثم نراه يتذكر تدريباته وتعلمه للشكل الثاني، ونرى أنه لا يزال يحطم في الأوتاد الخشبية ويتألم ويتعافى ويقوم بالتحطيم والتألم والتعافي. ثم نراه يجلس محبطا وهو لا يزال يمسك بسيفه ويقول طوال كل هذا الوقت وأنا مهووس بالفنون القتالية لدرجة أنها باتت كل ما أفكر فيه وأفعله، لم أعد أهتم حتى بكسر عظامي بعد الآن. وبما يجب علي تسمية هذا إدمان الفنون القتالية، أيجب علي فحص رأسي وأدخل في دورات تأهيل للتخلص من هذا الإدمان. ثم نراه يقوم بفرق رأس ويقول حسنا الآن ليس الوقت المناسب للقلق بشأن هذا الأمر فأنا في ورطة. نراه ينظر إلى يده وعظمة شياو ويقول فعندما تعلمت أخيرا ركلة السيف ظهر شق في عظام شياو، ومنذ ذلك الحين تباطأت عملية شفائي بشكل كبير. ويكمل كلامه بقلق وهو ينظر إلى الصور ويقول بصراحة هذا الأمر طبيعي، ففي الآونة الأخيرة ظللت أستخدمها بلا توقف لاستعادة طاقتي ودم المستنزفين وعلاج إصاباتي الناجمة عن التدريب، حيث تتطلب فنون القتال في هذا العالم كمية مهولة من الطاقة والدم. لذا اعتقدت أن عظام شياو لم يعد قادر على تحمل هذا الكم الهائل من الاستنزاف. ويكمل كلامه ويقول حسنا لنستريح بعض الوقت. ثم نرى بطلنا يمسك بين يديه طبق كبير من الأرز ويقوم بالتهامه بنهم شديد. فيقول له أحد المتواجدين اهدأ يا هونج فلن يأخذ أحد طعامك. ويقول الآخر وهو متعجب مما يراه لقد زادت شراهتك في الآونة الأخيرة فما خطبك. فنرى أن بطلنا انتهى من أكل دلو الأرز هذا في لمحة من البصر ويقوم بطلب المزيد، وهو يقول في نفسه يزداد جوعي كلما استخدمت عظام شياو، حسنا على أي حال دعنا نأكل جيدا. وبعد أن انتهى من الأكل نراه قد ذهب لغرفته فيذهب إليه بعض الأشخاص من أجل أن يروي لهم بعض القصص. ويقول أحدهم هونج لقد أتينا لسماع قصصك. ويقول ماذا إنه نائم، لابد أنه قد أرهق نفسه بالتدريب مجددا. يا للأسف لن نستمع إلى روايات المشوقة مجددا هذه الليلة. وبعد 3 أيام من الأكل والنوم نراه في طريقه لساحة التدريب وهو يقول لقد استرحت كثيرا في الآونة الأخيرة ولم أمارس الفنون القتالية مطلقا، فلماذا لم تعد عظام شياو إلى وضعها الطبيعي؟ بل مع الأسف لازال الشق المتواجد في العظام أعمق مما قبل. ثم نراه يفكر ويقول أحتاج لقوة روحية للتعافي كما كان يحدث في منهى أسياد الأرواح، ولكن هذا ليس عالم سيد الأرواح فأين يمكن أن أجد القوة الروحية؟ ثم نرى فجأة أن العظمة بدأت في الإشعاع وإخراج ضوء غريب. فيقول بطلنا ومتعجب ما الذي يحدث؟ بدأ الصور يتفاعل ولكن ما الذي يحدث هنا؟ ثم نرى أن لوي قادمة في اتجاهه وهي تقول له هونج لن تحكي لنا القصص اليوم؟ فنرى بطلنا واقف في مكانه ولا يقول شيئا ويبدو أنه مرعوب جدا ويقول في نفسه ثم رغبة عنيفة بداخلي تحسني على أن أقوم بالتهام لوي.
فتكمل لوي حديثها وتقول له: لماذا أنت تتعرك هكذا؟ لقد أرسلتني السيدة الشابة لرؤيتك. فيكون بطلنا بقى صراخ عليها ويقول لها: أختي لوي فلتبكي بعيدة عني. فتقول له وهي مستغربة: لماذا؟ فنرى أن هونج يقاوم تلك الرغبة بشدة ويقول في نفسه: يا إلهي ما خطبي، ما الذي يحدث لي؟ ثم نراه يقوم بقى الركض مسرعا ومغادرة المكان، وهو يقول لها: لابد لي من المغادرة في الحال. فتقوم بقى صراخ عليه وتقول له: انتظر انتظر مهلا لا تذهب، السيدة الشاب لديها شيء تود منحه لك. وينتهي بنا المشهد ونرى أن لوي تقوم بأداء واجباتها المنزلية، وبطلنا ينظر لها من بعيد ويقول في نفسه: أشعر بأنني عدت لطبيعتي الآن. ثم ينظر إلى صور عظام شياو ويقول: إنها عظام شياو، هذه الرغبة الشنيعة تأتي منها، وأشعر أن تلك العظمة التي في الصور ستعود لحالتها الأصلية بمجرد التهامها. أحقا السبيل الوحيد لاستعادة عظام شياو وهو التهام الأنسة لوي. حسنا، علي تناولها بفمي أم ماذا؟ ثم نسمع يقول: تبا ما الذي أفكر به وأقول، وهو يؤنب نفسه ويقول في نفسه: اهدأ أيها الشره فطعمها سيكون مرا. هو ده اللي خليك فكرت يعني إن طعمها مر؟ لا يا عم، كلها كلها ونحط لك عليها كاتشب كده. ثم يقاطعه صوت قائد الحرس وهو يقول له: لوي فتاة عظيمة أليس كذلك؟ جميلة ورائعة ومناسبة لتكون زوجة مثالية أيضا. فيقول له بطلنا من داش: متى وصلت لهنا يا أخي؟ ثم نلاحظ أن صور عظام شياو بدأ في الإشعاع، وأن تلك الرغبة ستسيطر على بطلنا مجددا. فيقول له قائد الحرس وهو يضع يده على كتفه: أفهم أن الفتيات العظيمات دائما ما يلفتن الأنظار، ولكن هونج أنصت لي. فنرى بطلنا يقول في نفسه وهو متوتر: مهلا، ما الذي فهم حقا هذا الأحمق؟ ثم نرى أن قائد الحرس بدأ في إظهار ملامح مضحكة لبطلنا ويقول له: اتركها وشأنها حتى تتمكن من هزيمتي. فيقول بطلنا في نفسه وينظر له: سحقا، والآن بنت أرغب في التهام الأخ وي بدلا منها. ثم نرى أن لعاب بطلنا بدأ في السيلان، ويبدأ النص يفقد السيطرة على نفسه ويقول في نفسه: إنه قريب للغاية مني، لا أستطيع المقاومة، أود التهامه والتلذذ بدمه. ثم نراه يقوم بمد يده ناحية صدر قائد الحرس وهو يقول في نفسه: لا أستطيع إيقاف نفسي، ماذا سأفعل؟ هذا الجوع الذي يشبه خطيئة الشراهة لا يمكنني التحكم به. ثم يبدأ في إمساك ملابس قائد الحرس ويضغط عليها بشدة وهو يقول: فتلك الرغبة بداخلي تطلب مني أن أمزقه. ثم نرى أنه فقد السيطرة على نفسه تماما ويقول: أجل أجل، إذا أكلته كله سأكون قادرا على. ثم يقول له قائد الحرس بغضب: هونج. ونرى أنه أمسك يد بطلنا بشدة، فيعود بطلنا إلى رشد ويقول له: أخي ماذا تفعل؟ فيقول له قائد الحرس بغضب: أيها الوغد العين، كيف تجرؤ على لمس صدري؟ فنرى بطلنا مرتبك ويقول: ها لو أخبرتك أن يدي تحركت من تلقائها نفسها أستصدقني؟ ثم نرى أن قائد الحرس قد قام بضربه، فيصرخ بطلنا عليه ويقول له: توقف عن ضربي يا أخي وي. فتسمعهم لوي وتقول: ما هذا الصوت؟ هذا صوت هونج. ثم نرى بطلنا يمسك شيئا في يده وهو وجهه محطم بالكامل، ويقول لقائد الحرس: لقد أسأت الفهم يا أخي. فيقول له قائد الحرس وهو يدعى يده خلف رأسه: هل أثرت كل هذه الضجة فقط لأنك أردت الحصول على هذه العلامة؟ كان بإمكانك قول ذلك فقط. فينظر بطلنا لذلك الشيء ويقول: علامة؟ ويقول في نفسه: إذا أنا لم أكن أريد التهام الأخ وي بل أخذ هذا الشيء. فيقاطع تفكيره قائد الحرس ويقول له: نعم، هذه العلامة كانت تنتمي إلى الحيوان الأليف المحبوب للسيدة الشابة. فيقول له بطلنا: ماذا؟ فيقول له بطلنا: إذا ما الذي حدث له؟ فيقول له قائد الحرس: سيدتنا الشابة قد أمرت لوي بأن تمنحك تلك العلامة، ولكن لوي أخبرتني أنك كنت تتجنبها لسبب ما، لذا أوكلت الأمر لي. فنرى بطلنا يمسك تلك العلامة وينظر له وهو يقول لقائد الحرس: إذا فقد كانت لوي تحمل هذه معها من قبل، لذا شعرت أيضا بأنني أود التهامها. فيقوم قائد الحرس بالصراخ عليه ويقول له: هذه العلامة مهمة للغاية للسيدة الشابة، فلا أعلم لما أمرت بمنحها لك، لذا حافظ عليها جيدا. فنرى أن بطلنا فرحا جدا ويقول: هذا عظيم، لقد حصلت على حل مشكلتي. ويبدأ في التحرك بحركات غريبة في المكان. فينظر له قائد الحرس باستغراب ويقول في نفسه: هذا الفتى عجيب، لما انتبهه الفرح جراء حصوله على علامة صادقة كهذه. ويقول له: يبدو أن العلامة أعجبتك لسبب ما. حسنا. فيقول بطلنا في نفسه وهو يسيل لعابه: كيف علي التهام هذه؟ كلا علي التحلي بالصبر لحين الذهاب إلى مكان هادئ وأكتشف كيفية استيعابها. ونرى أنه ذهب إلى غرفته ويقول: هذا رائع للغاية، اتضح أنه يمكن إمساك لوحة اليشم فقط وتخيل أنني أمتص ما بها. ونرى في تلك الأثناء أن عظمة شياو تقوم بامتصاص علامة اليشم المتواجدة بيد بطلنا. ونرى بطلنا سعيد للغاية ويقول: أشعر بشعور منعش للغاية ومرضي، روحي تركض بداخل جسدي الآن. ثم فجأة يلفت انتباهه شيئا، ثم ينظر إلى تلك القلادة ويقول: لم يعد هناك شيئا يخرج منها، أقمت بإفراغها بالكامل. ثم نرى ينظر إلى صور شياو وإلى تلك العظمة ويقول: يا للأسف، فلقد تحسن الصدع الذي
يشبع العظم قليلا فقط. ثم نراه يسير وهو فرح ويقول: ما هذا الشيء بالضبط؟ لماذا يمكنه إصلاح عظام شياو؟ لو كنت أملك المزيد منها فقط لأصلحت صور شياو بالكامل. من المؤسف أن الأخت لوي والأخ وي لم يعرفا من أين جاءت هذه العلامة. أعتقد أنني سأضطر إلى الذهاب للسيدة الشابة لمعرفة ماهية هذه العلامة. ثم نرى الخادمة لوي متفاجئة وتقول: أنت لم تعد تتجنبني بعد الآن يا هونج، ماذا تفعل في الأحياء الداخلية للقصر؟ وتقول له بجدية: طالما لم يستدعيك سيدنا فلا يسمح لك بالدخول إلى هنا، والآن وقد رحل سيدنا لابد لنا من سن القوانين بكل تعنت في القصر حتى لا يعم الخراب. فنرى بطلنا يضحك ويقول لا وهو متوتر: يمكنني مقابلة السيدة الشابة؟ فتنظر له الخادمة لوي بجدية. فنرى أن بطلنا توتر ويقول لا: اهدئي هذا أيضا مرفوض. حسنا، يمكنك نقل رسالتي إليها يا أختي لوي فقط. فتقول له بجدية: لديك أي دوافع خفية للمجيء إلى هنا؟ فنرى بطلنا يضع يده على رأسه وهو يقول: أود فقط أن أعرف من أين حصلت على هذه العلامة، أيعتبر هذا دافعا خفيا في نظرك؟ ثم يقول في نفسه بجدية: لا يمكنني مخالفة القواعد والتسلل إلى غرفة السيدة الشابة، لازلت أعتقد أنه سيتعين علي انتظارها حتى تخرج بنفسها. ونرى أنه اعتزم انتظار السيدة ويقوم بمراقبة كل ما يحدث، حتى بعد مرور 3 أيام لازال يقف عند مدخل القصر الداخلي، مما يثير ريبة الخادمات، بل تمادى الأمر للانتظار لمدة 5 أيام أيضا، مما جعل الخادمات معجبات بإصراره الشديد. ونرى أن لوي غاضبة جدا. وبعد مرور 10 أيام نراه لا يزال واقف على الباب ويقول: لماذا لم أرى السيدة الشابة إلى الآن؟ ألا تغادر غرفتها على الإطلاق؟ أهي من محبي البقاء في المنزل؟ ثم يقاطعه صوت يقول له: داي هونج. ونرى أنه ارتعب عند سماعه لذلك الصوت، ونعلم أن هذا صوت قائد الحرس. فيكمل كلامه ويقول له: سمعت أنك طوال هذه الأيام تتسكع أمام مدخل القصر الداخلي للالتقاء بالخادمة لوي. فنرى بطلنا متوتر ويقول: ماذا؟ ثم يقوم قائد الحرس بإمساكه من رأسه ويقول له: أخبرتك أن أي رجل في القصر يود التقرب من لوي يتعين عليه هزيمتي أولا. فنرى بطلنا يتنهد ويقول له: أخوي بحقك، لما تظن ذلك؟ هل أنت تحب لوي؟ صحيح تحبها، وينتابك القلق والغيرة كلما تقرب منها رجل آخر، أليس كذلك؟ فنرى أن وجه قائد الحرس قد احمر تماما من الخجل ويقول له: ماذا؟ ما الذي تتفوه به؟ أعتبر لوي أختي بالقانون، فكفاك هراء يا فتى. استنتجت ذلك لأنك تجهل ماضيها. لوي كان لديها خطيب قبل 5 سنوات، ولكنه مات في المعركة قبل أن يتمكن من الزواج، وخطيبها المتوفي هو أخ الأكبر بالقسم، فقد كان شابا وسيما يناسب الخادمة لوي تماما. فيقول له بطلنا بأسف: ماذا؟ يا لها من مسكين، لم أكن أعلم أنها تملك ماض كهذا. مهلا، هناك أمر ليس في محله هنا. أنت بال40 من عمرك، أليس كذلك؟ إذا لابد أن أخيك الأكبر يتعداك بالعمر كثيرا، فكيف له أن يكون شابا وسيما؟ فيقول له قائد الحرس: ما الذي تتفوه به؟ ثم يقوم بالغضب وإمساكه من الرأس ويقول له: عمري 25 عاما فقط أيها الأحمق. فيقول له بطلنا جي وهو متفاجئ: ماذا؟ لم تبلغ 30 بعد يا أخي؟ إذا أنت أكبر مني ب5 سنوات فقط. من يراك سيعتقد أن الدنيا قد قامت بالاعتداء عليك بعدد شعر رأسك. فيصرخ ويقول له: أيها الوغد، أتريد أن تضرب مجددا؟ ثم نرى بطلنا جي يسير إلى مكان ما وهو يفكر ويقول: لقد كاد قائد الحرس أن يضربني مجددا، ويبدو أنني تسببت في نشوب بعض الشائعات الجديدة أيضا، ولا يمكنني الاستمرار في الانتظار خارج المدخل الداخلي أكثر من ذلك، فماذا يجب أن أفعل؟ ثم نراه يقوم بالصراخ في المكان ويقول: توقفي عن البقاء في غرفتك أيتها السيدة الشابة، هيا تعالي واستمتعي بالهواء الطلق والرائع. أشعر بالقلق في كل مرة أرى فيها عظام شياو. ثم تفاجأ بسقوط شيء ما على رأسه، فيقوم بإمساكها ويقول: ماذا كعكة؟ طبعا احنا عارفين كلنا الكعكة دي وقعت منين. من الذي رمى هذه الكعكة؟ إن لم تتكلم فسوف أكلها على الفور. فنسمع صوت السيدة الشابة تقول له: هونج، لا تأكلها، إنها تخصني. ثم نرى أن السيدة الشابة متعلقة رأسا على العقب على تلك الشجرة وتقول لهونج: فلتصمت ولا تأكل أي شيء، أنا على وشك الجنون بسبب إجباري على البقاء في الأحياء الداخلية للقصر لكل هذا الوقت حتى أقوم بواجباتي المنزلية. فنرى أن بطلنا ينظر لها وهو متعجب للغاية لدرجة أنه بكى من كثرة سعادته. فتقول له السيدة الشابة وهو متعلقة على فرع الشجرة: هونج، لماذا تبكي؟ فيقول لها: لا بأس لا بأس، كل ما في الأمر أنني تذكرت ماضي المؤلم مع المدرسة. تبا للمدرسة.